نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول اللي كان بيتكلم عن الحركة في اتجاه واحد. في الدرس دوت اتعلمنا كذا حاجة، تعالى أفكرك بيها. طبعا مش هنقول شرح، بس هنقول القوانين اللي احنا هنحل بيها بإذن الله. أول حاجة يا شباب، أول قانون كان عندنا اللي هو قانون السرعة. خدنا يا ولاد إن السرعة بتساوي مسافة على إيه؟ على الزمن. ولو المسافة بالمتر والزمن بالثانية يبقى السرعة متر لكل ثانية. ولو يا مستر المسافة بالكيلو متر والزمن بالساعة يبقى السرعة وحدتها كيلومتر لكل ايه؟ كيلومتر لكل ساعة. وتعلمنا كمان وقلنا ان انا لو عندي السرعة كيلومتر لكل ساعة وعايز اخليها متر لكل ثانية بضرب في 5/18. طب يا مستر لو السرعة متر لكل ثانية وعايز اخليها كيلو متر لكل ساعة هضرب في 18/5. طيب كمان اتعلمنا حاجة اسمها السرعة المتوسطة. والسرعة المتوسطة كانت إن أنت تجيب المسافة الكلية تقسمها على إيه يا شباب؟ تقسمها على الزمن الكلي. طبعا السرعة برضو السرعة المتوسطة يا متر كل ثانية يا كيلو متر لكل ساعة. طبعا يا شباب ممكن يبقى في وحدات تانية، بس دولت أشهر وحدتين بنحل بيهم. تمام تمام. طيب كمان خدنا في الدرس الأول السرعة النسبية، واتفقنا وقلنا إن السرعة النسبية دي بتعتمد على حالة المراقب. لو المراقب ساكن يبقى السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية. طب لو المراقب بيتحرك في عكس الاتجاه ساعتها يا ولاد ان السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية. طالما بيتحركوا عكس بعض فالسرعة تزيد، فتبقى السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية زائد سرعة المراقب. طيب يا مستر لو كانوا بيتحركوا في نفس الاتجاه ساعتها السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية ناقص سرعة مين؟ المراقب. دي القوانين اللي احنا كنا محتاجينها في الدرس الأول. هم مش كتير بس طبعا الأفكار عليهم بتتنوع، فبسم الله كده يلا نبدأ. كل الأسئلة تاني اللي أنا هحلها النهاردة جت في امتحانات السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها وفي سنين سابقة، فركز جدا معايا. سم الله، امسك الآلة معايا وحاول وأنا بحل قبل ما أحل المسألة حاول تحلها أنت، وبعد ما انت تحاول تحلها بص انا هحلها ازاي وقارن الحل عشان تعرف ازاي تحل صح. تمام. بسم الله. اول مسألة خالص بيقول لك اذا علمت ان قطار يقطع مسافة مقدارها 200 كيلو متر في 120 دقيقة احسب السرعة بوحدة كيلومتر لكل ساعة. خلي بالك يا صديقي، هو عايز السرعة ايه؟ كيلومتر لكل ساعة، وفوق المسافة كيلومتر، لكن الزمن دقيقة. اول مشكله في المساله دي هو ان الزمن دقيقه، لازم اخلي الزمن ساعه عشان تطلع كيلومتر لكل ساعه. طيب واحد يقول لي يا مستر سهله، 120 دقيقه يعني 2 ساعه، صح. طب لو عايز احلها كرياضه، مش 120 دقيقه دي عشان احول من دقيقه لساعه بقسم على 60، فكان المفروض الحل هنا ان انا اقول له ان ال 120 على 60 هيساوي 2 ساعه، يبقى انا كده معايا الزمن 2 ساعه ومعايا المسافة يا سنة تالتة بكام؟ ب 200 كيلو متر. الراجل بيقول لي احسب السرعة، يلا نكتب كده القانون. السرعة بتساوي مسافة على زمن. المسافة بكام يا صديقي؟ هتقول لي يا مستر المسافة ب 200. طب الزمن يا صديقي ب 2. 200 على 2 مش محتاجة فيها ال 100. طب الوحدة يا مستر، وحدة السرعة هنا هتبقى كيلو متر لكل ساعة. كده حلينا أول مسألة. نخش على تاني مسألة. قطار يقطع مسافة 72 كيلو متر في الساعة. يبقى القطار أهو، هو الراجل غششني بيقول لي القطار 72 كيلو متر لكل ساعة. وفي سيارة، السيارة بيقول لك سرعتها 30 متر في الثانية، اهو 30 متر لكل ثانية. بيقول لك مين فيهم أسرع؟ تقول لي والله ال 72 أسرع، أقول لك لا استنى. ليه يا مستر استنى؟ احنا يا ولاد لما نيجي نقارن بين حاجتين لازم يكونوا نفس الوحدة، يعني ما ينفعش تبقى السرعة هنا كيلومتر لكل ساعة وهنا متر لكل ثانية. طب الحل يا مستر؟ هحول واحدة واخليها شبه التانية. هتقول لي يا مستر انا عارف التحويلة بتاعت كيلومتر لكل ساعة، هناخد ال 72 نضربها في 5 على 18. طلع آلتك اكتب 72 في 5 وبرضه اعمل معايا عشان تتأكد ان انت بتكتب على الآلة صح. طلعت معايا 20. يبقى القطر ده سرعته 20، بس 20 ايه بقى؟ متر لكل ثانية. كده القطر 20 متر لكل ثانية والسيارة 30 متر لكل ثانية، يبقى ايهما أسرع؟ هقول له السيارة سرعتها أكبر. تمام يا مستر. اللي بعده، تحركت سيارة لتقطع مسافة 250 متر خلال 5 ثواني.
ثم مسافة 400 متر خلال 8 ثواني. احسب السرعة في كل حالة. خلي بالك هنا في حالتين، هقول له الحالة الأولى بيقول لك احسب السرعة في كل حالة. الحالة الأولى كانت السرعة بتساوي مسافة على زمن. طيب بص يا صديقي، انت عندك المسافة هنا بكام؟ ب 250 على الزمن 5. 250 على 5، امسك آلتك اكتب 250 على 5، طلعت معايا 50. يبقى الحالة الأولى كانت السرعة 50. طب نكتب الوحدة إيه يا مستر؟ هنا متر وهنا ثانية، يبقى 50 متر لكل ثانية. طب الحالة التانية بقى، الحالة التانية هو هنا بيقول لك المسافة ب 400 خلال 8 ثواني. برضو أعيد نفس الكلام، إن السرعة بتساوي مسافة، هكتبها فيه بقى على زين عشان ننجز، فيه المسافة وزين الزمن. المسافة ب 400 والزمن ب 8، هنعملها على الآلة. امسك آلتك ما تكسلش، 400 على 8، عملتها على الآلة طلعت برضو 50 والوحدة متر لكل ثانية. أيهما أسرع؟ هقول السرعة في الحالتين متساوية، لأن هنا طلعت 50 وهنا طلعت إيه؟ 50. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك أيهما يتحرك بسرعة أكبر؟ برضو شبه اللي فاتت قوي. أيهما يتحرك؟ القطار 90 كيلومتر كل ساعة، بينما السيارة بتمشي مسافة 40 متر خلال 2 ثانية. طب ما تيجي نحسب سرعة السيارة. سرعة السيارة اللي هي السرعة بتساوي المسافة ف على ز، المسافة على الزمن. السيارة مشيت 40 متر خلال 2 ثانية، 40 على 2 فيها 20 متر كل ثانية، يبقى العربية سرعتها 20 متر لكل ثانية. والقطر سرعته كام؟ 90 كيلومتر كل ساعة، هنحولها لمتر لكل ثانية نضرب في 5 على 18. امسك آلتك، 90 في 5 على 18 طلع كام يا صديقي؟ 25 متر كل ثانية. مين أسرع كده؟ القطر أسرع. يبقى أيهما أسرع؟ هقول له القطار. ولماذا؟ طبعا السيارة سرعتها 20 متر كل ثانية، بينما القطار 25 متر كل ثانية. فليه قلنا القطر أسرع؟ لأن القطر بيقطع مسافة أكبر في نفس الزمن. يعني دوت لما العربية لما يعدي عليها ثانية بتمشي 20 متر، والقطر لما يعدي عليه ثانية يمشي 25 متر، فيبقى القطار أسرع. ولماذا؟ هقول لأنه يقطع مسافة أكبر من السيارة، بيقطع مسافة أكبر من السيارة في نفس الزمن، لما الاتنين مشوا نفس إيه؟ الزمن. تمام؟ تمام. السؤال اللي بعده، الجدول المقابل يوضح نتائج تم تسجيلها لجسم يتحرك بسرعة منتظمة، أكمل البيانات. السؤال اللي تحتيه طبعا ده في الوحدة التانية مش معانا. طيب الجدول اللي قدامك ده يا سنة تالتة عبارة عن جدول بيعرفك إن السرعة منتظمة. استنى كده، سرعة منتظمة، المستر قال لي سرعة منتظمة يعني سرعة ثابتة، وسرعة ثابتة يعني السرعة هنا هي السرعة هنا، مش السرعة هنا 100، يبقى السرعة هنا برضو 100، لأن السرعة منتظمة يعني السرعة ثابتة. طيب تعالى أول حاجة كده في المسألة الأولى دي بيقول لك لو المسافة 100 والسرعة 100 هات لي الزمن. لو أنت فاكر يا صديقي، تعالى ركز معايا في الحتة دي، إن السرعة عين بتساوي مسافة على زمن فيها على زين، صح؟ تقول لي صح. ما تيجي نحطها في مثلث. اتعلم بقى معايا حوار المثلث ده. مين فوق المسافة؟ حط المسافة فوق، والباقيين يتضربوا تحت، سرعة في زمن. حط ايدك كده على الزمن اللي هو عايزه، هتقول لي اه يا مستر ده الزمن دوت بيساوي مسافة على سرعة، اقول لك تمام. طب المسافة بكام يا مستر؟ ب 100 والسرعة 100، يبقى الزمن 1 ثانية، يبقى نكتب هنا 1. دي كده اتحلت. تعال نحل صاد. صاد هنا عايز المسافة، بيقول لي احسب لي المسافة. طب مستر تعال نروح للمثلث، لو عايز اجيب المسافة حط ايدك عليها كده يبقى سرعة في زمن، يبقى المسافة هنا عين في زين، سرعة في زمن هيدينا المسافة. طب السرعة بكام يا باشا؟ ب 100. جبتها منين يا مستر؟ ما هي السرعة منتظمة، يلا يبقى فوق زي تحت، والزمن بنص. الخمسة من 10 دي يعني نص، 10 في نص يدينا كام؟ 50، يبقى المسافة بكام؟ ب 50. تمام تمام. السؤال اللي بعده ركز عشان ده جه في القليوبية. بسم الله. طبعا السؤال التاني ده مش معانا برضو، ده في الوحدة التانية. السؤال بيقول لك في الشكل المقابل الكرة تبعد 50 متر عن اللاعب ايه؟ شايف اللاعب ايه دوت؟ الكرة بعيدة عنه 50 متر، والذي يجري بسرعة 3 متر كل ثانية، والكرة تبعد عن 35 متر عن اللاعب بي، والذي يجري بسرعة 2 متر كل ثانية. أي اللاعبين يلحق بالكرة أولا؟ بص يا صديقي، اللاعب ايه؟ تعالى نعملها هنا. اللاعب ايه دوت بيجري ناحية الكورة، الكرة دي بعيدة عنه 50 متر، بس الراجل دوت بيجري بسرعة 3 متر في الثانية. واللعيب بي الكرة بعيدة عنه 35 متر، بس سرعته 2 متر كل ثانية. مين اللي هيلحق الأول؟ الفكرة في المسألة دي
اللي هيلحق الاول هو اللي هياخد زمن قليل. يعني لما اقول لك احنا الاثنين هنجري ناحيه حاجه، مين يوصل الاول؟ هنحسب الزمن ونشوف اللي زمنه قليل يوصل الاول. فتعال نشوف اللاعب ايه. مش انا معايا يا صديقي المسافه 50 متر ومعايا السرعه 3، يبقى ناقص الزمن. وانا لسه من شويه ارجع كده معايا، انا قايل ان الزمن مسافه على سرعه صح؟ يبقى اقول له اللاعب ايه او زمن اللاعب ايه. تعال نشوف الزمن هيبقى مسافه على سرعه. المسافه 50 بتاعت اللاعب ايه وسرعته 3. 50 على 3، امسك آلتك اكتب 50 على 3. طلع معايا 50 على 3 برضو بتدوس على العلامه اللي هي فيها طلع 16. علامة ستات كتير بتاخد رقم بعد العلامة، بس مش عايزين أرقام كتير أو رقمين بعد العلامة بالكتير أوي. يبقى 16 و6 من 10 ثانية. يبقى اللعيب الأولاني هياخد كام ثانية عشان يوصل 16 و6 من 10؟ طب إيه رأيك يا مستر لما نجيب زمن اللاعب بيه؟ يعني نشوف اللاعب بيه ده هيوصل إمتى؟ برضه هنقسم المسافة بتاعته على السرعة بتاعته. المسافة بتاعته بقى 35، المسافة بينه وبين الكورة 35. طيب والسرعة اللي بيجري بيها 2، هنعملها على الآلة. 35 على 2 هيطلع 17 ونص ثانية. مين يا ولاد اللي زمنه اقل؟ اللاعب ايه. يبقى مين اللي يوصل الاول؟ هقول له يصل اللاعب ايه اولا لانه يستغرق زمن اقل. حلت. ماشي. السؤال اللي بعده بسم الله. اجب عم يعني سؤال حلو قوي. لو جالك ممكن يتخض في الاول، بس هو سؤال سهل جدا وتبقى محظوظ بصراحه لو جالك. هو رسم بياني بيقول لك ايه؟ تحرك جسم في خط مستقيم وتم تسجيل المسافات التي قطعها في عده ازمنه كما هو موضح بالجدول المقابل. مثل لي العلاقه دي بيانيا. مثل بيانيا يعني اعمل لي رسم بياني. ماشي. وطبعا لو جابها لك يبقى لازم يجيب لك كده زي جزء رسم بياني او ورقه رسم بياني بحيث ان انت ترسم فيها. وبيقول لك بعد ما تعملها احسب لي السرعه. طيب تعال نحسب السرعه الاول. يعني هو عايزك ترسمها له وتحسب السرعه. ما تيجي نحسب السرعه الاول. السرعه هتساوي اللي هي مسافه على زمن. كلام جميل. مستر هنا المسافه بكام؟ ب 10 على الزمن كام؟ 5. 10 على 5 فيها الاتنين متر كل ثانيه، عشان هنا متر وهنا ثانيه فاخترنا متر كل ثانيه. واحد تاني يقول لي يا مستر لا ده انا هحسب 20 على 10، هتطلع برضو 2. واحد تاني يقول لي يا مستر انا هحسب 30 على 15، برضو هتطلع ايه؟ 2. يبقى كلها لو قسمت 10 على 5 فيها الاثنين، 20 على 10 فيها الاثنين، 30 على 15 2 2 2 2. معنى كده ان السرعه ثابته. يعني معنى كده ان نوع السرعه سرعه منتظمه. لو انت مذاكر الدرس الثاني هتعرف ان العلاقه دي هتطلع خط مستقيم مايل يمر بنقطه الاصل. تعال نعملها. لو جاب لي كده هرسمها ازاي؟ طيب انا اول حاجه هجيب كده علامه الخط المستقيم. طبعا انت معاك مسطرتك، تيجي كده تعمل لي خط على محور الصادات اهو الخط دوت. تعالى نخليه واضح اكتر. تمام. تعمل لي خط كده على محور الصادات، وانا هعمل خط تاني على محور السينات اهو. دايما يا اولاد اللي على محور الصادات هنا كده ده هيكون المسافه، لان الزمن دايما بنعمله تحت على محور السينات. ادي الزمن، الزمن وحدته ثانيه والمسافه وحدتها ايه؟ متر. تعالى كده نمشي. مستر الرياضه كان بيقول لك ايه؟ المسافه دلوقتي ماشيه 10 20 30 40 50 60. فعند اول مربع هنمشيها عشرات، يبقى اول مربع 10، تاني مربع 20، كده احط لك نقطه هنا كده، تالت مربع 30، رابع مربع 40 50 60. طيب ومحور الزمن اللي تحت يا ولاد ماشي 5 10 15 20. فالمربع الاولاني 5، الثاني 10 15 20 25. تعالى بقى نمشي واحده واحده. الزمن لما كان ب5 المسافه ب10 فتيجي كده وتحط نقطه. لما الزمن ب10 المسافه ب20 حط نقطه. 15 مع 30 نقطه، 20 مع 40 نقطه، 25 مع ايه؟ مع 50 حط نقطه. وكان هنا في 30 يبقى 30 مع 60 حط نقطه. بعد كده حضرتك هتعمل ايه؟ هتوصل النقط دي ببعض. تعالى نعمل اهو. لو احنا وصلنا، انا هوصلها كده بخط مستقيم عشان تطلع بس مظبوطه اهو. لو انا وصلتهم كده النقط دي ببعض، بص نلاحظ ايه؟ ان هو عباره عن خط مستقيم مايل او النقط كلها كده على خط مستقيم مايل يمر بنقطه الاصل. كده انت عملت لهم تمثيل ايه؟ بيان. سؤال كويس جدا سهل جدا. يعني لو جالك هيبقى درجات ان شاء الله ايه؟ مضمونه باذن الله. طيب السؤال اللي بعده
بص يا صديقي، السؤال دوت بيقول لك ايه، برضه جه في امتحانات كل دوت. خلي بالك، قطار طوله 100 متر، عندك قطر طوله 100 متر يتحرك بسرعه 10 ليعبر نفق طوله 1 كيلو. بص، في نفق كده هنعتبر ان ده نفق طوله 1 كيلو، 1 كيلو يعني 1000 متر، تمام. وفي قطر كده هيبدأ يعدي في النفق دوت، يفضل ماشي كده ال 1000 متر دول، لان 1 كيلو يعني 1000 متر اهو. طيب، فبقول لك فإن الزمن اللازم لخروج القطار. مستر، انا عايز احسب الزمن، لسه قايلها مسافة على سرعة. طب القطر دوت هيمشي 1000 كيلو صح؟ هيمشي 1000 كيلو، بس هو بص هنا بيقول لك ايه، القطر طوله 100 متر هيتحرك بسرعة 10، يبقى انا معايا السرعة ليعبر نفق طول 1 كيلو، فإن الزمن اللازم لخروج القطار. القطر يا ولاد عشان يخرج من نفق، مش القطر دوت هيمشي 1000 متر، وعشان القطر كله يخرج، فالقطر لما يجي يخرج، عشان القطر يخرج كله هيمشي كمان 100 متر، لان القطر طوله 100 متر، عشان القطر يظهر كله لازم الطول بتاعه يظهر اللي هو 100 متر. فمعنى كده ان القطر مشي 1100 متر. ليه؟ لان هيمشي النفق اللي هو 1000 متر اللي هو 1 كيلو، وكمان عشان القطر يخرج من النفق طوله 100 متر. يبقى المسافة اللي المعلم دوت مشيها 1100 مش 1000، على سرعته كام؟ 10. هنقسمهم على بعض يطلع 110 ثانية. ليه يا مستر اخترت ثانية؟ عشان هنا متر لكل ثانية، فناخد الوحدة بتاعت الزمن اللي هي ثانية. هقولها تاني، القطر يا ولاد طوله 100 متر ماشي بسرعة 10، هيعبر نفق طوله 1 كيلو، 1 كيلو يا ولاد يعني 1000 متر. القطر دوت هيمشي جوه النفق 1000 متر. عارف لو كان قال لي قطار يتحرك بسرعة 10 يعبر نفق طوله 1 كيلو يعني 1000 متر، كنت اقول له 1000 على 10. بس هو بيقول لك بقى ايه، هات لي الزمن عشان القطر يخرج كامل. القطر عشان يخرج كامل من النفق لازم يمشي 100 متر كمان اللي هي طول القطر، فبالتالي اللي هيمشيه كله 1100، وبالتالي 1100 على 10 هيطلع 110 ثانية. تمام تمام. السؤال اللي بعده طبعا ده برضه من الوحدة الثانية، واللي تحتيه من الوحدة الثانية، هنركز على اللي فوق ده. بيقول لك الجدول المقابل يصف المسافة التي يقطعها الجسم، حدد نوع السرعة للجسم المتحرك. أنا معايا المسافة يا ولاد ومعايا الزمن. طب بقول لك إيه، عشان تعرف السرعة احسب السرعة. السرعة مسافة على زمن، 20 على الواحد فيها ال 20، هقسم المسافة أهي وقدامها إيه؟ الزمن بتاعها. طب ال 45 على الاتنين، تعالى نعملها. 45 على الاتنين، اعملها كده، طلعت معايا يا صديقي 22 ونص. يبقى السرعة هنا 20 وهنا السرعة 22 ونص. طيب 55 على التلاتة، اعملها على الآلة. 55 على التلاتة طلعت سرعته 18 و3 من 10. معنى كده إن السرعة ثابتة؟ لا يا مستر، السرعة هنا مش ثابتة، لأن السرعة هنا لما المسافة كانت 20 كان مشي ثانية، المسافة بقت 45، المعلم ده مشي إيه؟ 2. فبالتالي السرعة بتتغير، يبقى هنا السرعة بتكون غير منتظمة. عارف لو كانت السرعة ثابتة كنت أقول له سرعة منتظمة. السؤال اللي بعده يا صديقي، بص بقى المسألة دي حلوة وجت في كذا امتحان قبل كده. بسم الله، قطار بدأ رحلة طولها 200 كيلو متر الساعة 6 صباحا. القطر ده الساعة 6 الصبح مشي رحلة طولها يعني المسافة بتاعتها 200 كيلو، مشي 200 كيلو، وسرعته يا باشا 40 كيلو متر كل ساعة. عايزين نعرف هيوصل امتى. تقول لي يا مستر ايه ده؟ انا معايا المسافة وهنا معايا السرعة 40 كيلو متر كل ساعة. طب يا مستر ده زمن؟ اقول لك لا. ليه بقى؟ مش احنا اتفقنا ان الزمن وحدته يا ساعة يا دقيقة يا ثانية؟ الزمن يا ساعة يا دقيقة يا ثانية. هو هنا بيقول لك القطر خرج الساعة 6 الصبح، تمام؟ فده مش الزمن. وبيقول لك عايزين نعرف، انت معاك المسافة ومعاك السرعة، يبقى ناقصك الزمن صح؟ يبقى الزمن يساوي لسه حللنا كذا مرة، مسافة على سرعة فيها على عين. المسافة بكام يا صديقي؟ ب 200، والسرعة 40. امسك آلتك، 200 على 40 فيها الخمسة، والزمن هنا بالساعة. ليه يا مستر حطيته ساعة؟ عشان هنا كيلومتر كل ساعة اهي. بس دي معناها ان القطر قعد في الطريق 5 ساعات. هو هنا بيقول لك احسب الزمن اللي هيستغرقه القطار ولا زمن اللي هيوصل فيه القطار؟ لا، بيقول لك حدد الساعة اللي هيوصل فيها القطر. طب مش هو قعد في الطريق 5 ساعات؟ وخرج من المحطة الساعة 6؟ تقول لي ايوه. هيوصل امتى بقى؟ تقول لي دي سهلة دي. انا خرجت من المحطة الساعة 6، قعدت 5 ساعات، بيبقى بعد ال6 7 8 9 10 11. يبقى معنى كده ان القطر ده هيوصل الساعة 11 ظهرا. فكرة مهمة قوي. لو فهمت دي وقف الفيديو وحاول تحل اللي تحتيها.
وقف الفيديو دلوقتي وحاول تحل ديت، يلا كده جرب نفس الفكره بالظبط. بص يا صديقي تعالى نحلها. تمام، بص تعالى نحلها. قطار بدأ الرحلة الساعة 7 الصبح، يعني القطر دوت خرج من المحطة الساعة 7 ولا كأني شفت حاجة. كمل. متى يكون موعد وصوله؟ هيوصل امتى؟ لو القطر بيتحرك بسرعة 100 كيلومتر كل ساعة، معايا السرعة، ليقطع مسافة قدرها 500 متر، معايا المسافة. يبقى أول حاجة نحسب إيه يا صديقي؟ الزمن، مسافة على سرعة. المسافة بكام؟ ب 500 على السرعة 100. 500 على 100 فيها الخمسة، وهنا برضو ساعات. ليه ساعة؟ عشان هنا في ساعة أهي. طيب القطر ده هيقعد في الطريق 5 ساعات، وهو خرج من المحطة الساعة 7، يوصل امتى؟ تقول لي سهلة، بعد السبعة 8 9 10 11 12. القطر التاني دوت هيوصل الساعة 12 ايه؟ ظهرا. تمام تمام. السؤال اللي بعده، بسم الله. بص بقى الرسمه البيانيه دي، بيقول لك الشكل المقابل يعبر عن حركه جسمين الف وب. احسب النسبه، ما نوع السرعه اللي بيتحرك بيها الجسمين، واحسب النسبه بين سرعه الجسم الف الى سرعه الجسم ب. بسم الله الرحمن الرحيم، ركز معايا. اول حاجه، ما نوع السرعه؟ مش دي علاقه بين المسافه والزمن؟ المفروض ده في الدرس الثاني، بس تعالى كده بسرعه. في علاقه بين المسافه والزمن، وقايلينها من شويه، عباره عن خط مستقيم مايل يمر بنقطه الاصل. طب مش ده خط مستقيم مايل يمر بنقطه الاصل، وده خط مستقيم مايل يمر بنقطه الاصل؟ يبقى الاثنين دول سرعه منتظمه. يبقى نوع السرعه اللي بيتحرك بيها الجسمين، الاثنين دول بيتحركوا بسرعه ثابته، اللي هي سرعه منتظمه. طيب بيقول لك تعرف تحسب النسبة بين سرعة أ والنسبة بين سرعة ب؟ تقول له سهلة. النسبة يا ولاد يعني اقسم، يعني هو عايزك تقسم سرعة أ على سرعة مين؟ ب. طب ما تيجي الأول نحسب سرعة أ. سم الله. بص على أ كده. أ بدأ من الصفر لحد ما مشي مسافة قد إيه؟ أهي بص على محور الصادات، مشي مسافة 6. يبقى السرعة مسافة على زمن. المسافة اللي مشيها 6 على الزمن اللي هو أخد زمن قد إيه؟ 3. يبقى 6 على 3 فيها الاتنين متر كل ثانية. دي سرعة أ. طيب سرعة ب يا مستر؟ نفس الكلام. المعلم ب ده بقى خد برضو مسافة 6، بس الزمن اللي هو استغرقه كان 6. ف6 على 6 فيها 1 متر كل ثانية. لو عايزين نجيب سرعة أ على سرعة ب، هيبقى 2 على 1، أو ممكن نقول له 2 إلى 1. اتحلت المسألة. السؤال اللي بعده، بسم الله. على السرعة المتوسطة، فاكر السرعة المتوسطة بتساوي ايه؟ مسافة كلية على زمن كلي. بيقول لك تحرك الجسم بسرعة ثابتة فقطع 150 متر في زمن قدره 10 ثواني، ثم عاد إلى نقطة البداية في زمن قدره 30 ثانية. احسب السرعة المتوسطة لهذا الجسم أثناء رحلة العودة. طيب بص يا صديقي، هو هنا عشان أحسب السرعة المتوسطة، وركز معايا في المسألة دي عشان مهمة جدا. احنا قلنا إن السرعة المتوسطة مسافة كلية على زمن ايه؟ على زمن كلي. طب تعال نبص كده، بيقول لك الجسم اتحرك بسرعة ثابتة فقطع 150 متر. الراجل ده مشي كده 150 متر، وهو بيجري كده قعد كام ثانية؟ 10 ثواني. ثم عاد. لو انا قلت لك انت رحت 150 متر وبعد كده رجعت، انت لو رجعت هترجع كام؟ هترجع 150 متر برضه. خلي بالك، هو راح 150 متر وعاد، يبقى هو راح 100 متر ورجع 150 متر خلال زمن كام ثانية؟ 30 ثانية. الراجل هنا بيقول لك بقى احسب السرعة المتوسطة أثناء العودة بس. خلي بالك مهمة جدا، هو مش عايز المتوسط بتاعه كله، هو عايز المتوسط في العودة. العودة اللي هي الحتة اللي تحت دي. هو الراجل ده لما عاد رجع قد إيه؟ رجع 150 متر. خدهم في كام ثانية؟ 30 ثانية. يبقى 150 على 30، صفر 30 مع الصفر فيها الخمسة. والسرعة وحدتها مش هنا متر وهنا ثانية، يبقى السرعة متر لكل إيه؟ ثانية. تمام تمام، سهلة سهلة. طب بقول لك إيه؟ نفس المسألة لو كان قال لك احسب السرعة المتوسطة للجسم كله، كنا هناخد المسافة كلها رايح جاي اللي هي 150 و150 300 على الزمن كله رايح جاي برضو يطلع 40 وتقسمهم على بعض. بس هنا طبعا عشان عايز اثناء العودة فاخدنا الحتة اللي تحت بس اللي هو الرجوع بس، ولو كان عايز الذهاب كنت هحل اللي فوق بس. طيب السؤال اللي بعده برضه بيقول لك احسب السرعة المتوسطة لسيارة تقطع مسافة قدرها 45 كيلو متر خلال زمن ساعتين، ثم مسافة 60 كيلو متر خلال زمن قدره 4 ساعات. هنكتب القانون، اوعى تنسى اكتب القانون تاخد درجات. السرعة المتوسطة مسافة كلية، انا بكتب بس بسرعة فالخط مش احسن حاجة، بس انت يعني ايه في الورقة والقلم هيبقى احسن. السرعة المتوسطة مسافة كلية على زمن كلي. بقول لك ايه، هي المسافة كلها كام؟ والله في هنا مسافة 45 كيلو، ما المسافة كان بيها كيلو متر خلال زمن ساعتين، ثم مسافة 60، يبقى المسافة هنا 45 و60. يبقى المسافة الكلية 45 زائد 60، هنجمع ديت على الزمن الكلي. الزمن كله كام؟ وهو رايح الزمن قدره ساعتين،
ثم بعد كده ال 60 كيلو متر في زمن قدره 4 ساعات، يبقى الزمن كله ساعتين واربع ساعات. طب ما تيجي نعملها على الآلة. 45 زائد 60 فوق هيبقى 105، واجمع لي 2 زائد 4 فيها الست. حاول برضو تحسب كده معايا بالآلة عشان برضو في حاجات انا بحسبها بسرعة. هيبقى 60 زائد 45 فوق طلع 105. ال 105 دي هنقسمها على كام؟ على الست. تعال نشوف طلع معايا كام. 35 على الاتنين لما ندوس على يطلع 17 ونص. والوحدة يا صديقي متر كل ثانية. لا استنى، ده هنا كيلومتر وهنا ايه؟ ساعة، يبقى نكتبها كيلومتر لكل ساعة. خلي بالك من دي اهي. السؤال بيقول لك قطع عداء مسافة 100 متر جريا في زمن قدره 10 ثواني، ثم عاد إلى نقطة البداية سيرا مستغرقا 80 ثانية. احسب السرعة المتوسطة للعداء في الرحلة كلها. دي شبه اللي حليناها من شوية بس المرة دي عايز الرحلة كلها. الراجل ده جري، بص كده، جري 100 متر، جري اهو كده في زمن 10 ثواني، ثم عاد رجع، يبقى رجع 100 متر برضه. بس خلي بالك لما هو رجع بقى اتلكع شويه، فرجع خلال 80 ايه؟ 80 ثانيه. هات لي السرعه المتوسطه. هنا بقى عايز الرحله كلها، فالسرعه المتوسطه كل المسافه على كل الزمن، يبقى مسافه كليه على زمن ايه؟ كلي. سم الله. المسافه كلها 200 لانه راح 100 ورجع 100، والزمن كله 90 عشان راح في زمن 10 ثواني ورجع في زمن 80 ثانيه. 200 على 90، امسك آلتك اللي معايا. 200 على 90، بسم الله، طلع لي 2 علامة 2 2 2 2 2. اكتبها ازاي؟ هقول له 2 و22 من 100، يعني بعد العلامة هاخد رقمين بس. تمام. والسرعة هنا خلي بالك متر وثانية، يبقى متر لكل ايه؟ متر لكل ثانية اهي. طيب بسم الله. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ كل ده خلي بالكم اسئله امتحانات جت في امتحانات السنين اللي فاتت. اذا قطعت سياره مسافه 120 كيلو متر في ساعتين، ثم عادت السياره نص المسافه. بص السياره دي بقى انا بحل في المساله دي. السياره مشيت 120 متر، لا 120 كيلو متر، وعادت 2 ساعه، ساعتين يعني اهو. ثم عادت، بس ما عادتش بقى المسافه كلها، عادت نص المسافه. نص المسافه يعني 60 كيلو متر في ساعه، خلال ساعه. هات لي السرعه المتوسطه. تقول لي يا مستر سهله. السرعة المتوسطة هتساوي مسافة كلية على زمن ايه؟ كلي. سم الله. المسافة كلها راح 120 ورجع نص المسافة، يعني رجع 60، يبقى 120 زائد 60 على الزمن كله راح في ساعتين وبعد كده رجع في ساعة، يبقى كله 3 ساعات. ساعتين وساعة يبقى 3. يبقى 120 زائد 60 على 3. 120 زائد 60، الناتج يا باشا هقسمه على 3. طلع معايا 60. يبقى السرعة المتوسطة المتوسط بتاعه كان ايه؟ كان 60. طب اكتب الوحدة يا مستر هنا كيلو ساعة، يبقى كيلو متر لكل ساعة. تمام. السؤال اللي بعده برضه على السرعة المتوسطة. في الشكل المقابل قطعت سيارة رحلتها من بي إلى تي. خلي بالك مشيت من بي إلى تي، يبقى هي مشيت من بي لكيو ومن كيو لآر ومن آر لإس ومن إس لتي. الكلام ده كله خلال ساعة، يعني كل دوت تم خلال ساعة، يبقى الزمن كله ساعة. بيقول لك هات لي مقدار السرعه المتوسطه. احسب لي السرعه المتوسطه بس عايزها متر كل ايه؟ ثانيه. انا اقول له يا باشا ولا كاني شفت حاجه. مش الزمن كله ساعه؟ والمسافات كلها بكيلو متر، بس احنا عايزين نجيب المسافه كليه. تعال نحسب السرعه المتوسطه. غششني كده. المفروض تكون وقفت الفيديو وحلتها اصلا. السرعه المتوسطه مسافه كليه على زمن كلي. سم الله. المسافه كلها هنجمع 12 و6 و12 و6. طيب اعملها على الآلة. 12 زائد 6 زائد 12 زائد 6. المسافة كلها طلعت 36. هكتب 36. والزمن كله ساعة لأن هو قال لي قعد ساعة، يبقى الوحدة السرعة تبقى 36 كيلو متر كل ساعة، عشان هنا كيلو وهنا ساعة. بس هو الراجل دوت قال لي أنا عايزها متر كل ثانية. مش أنت حسبتها كيلو متر كل ساعة؟ طب ما تيجي يا عم نحولها. هقول له السرعة وحدة متر كل ثانية. هنعمل ايه؟ ناخد ال 36 نضربها في 5 على 18. يلا يا برنس امسك آلتك اضرب 5 على 18. اعتقد هتطلع 10. هنعملها برضه نتأكد. 36 في 5 على 18. فعلا طلعت 10. يبقى السرعة تطلع 10 متر كل ايه؟ كل ثانية. طيب 10. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك تحرك الجسم في خط مستقيم بسرعة 5 متر كل ثانية ليقطع مسافة 50 متر.
ثم اتحرك في نفس الاتجاه 160 متر خلال زمن قدره 20 ثانية. احسب السرعة المتوسطة. مش فاهم حاجة يا مستر، هو عايز ايه؟ السرعة المتوسطة يعني مسافة كلية على زمن ايه؟ كلي. كلام جميل. طب تعالى نشوف أول حتة. الجسم دوت، تعالى أنا هعملها هنا فوق، أشرحها فوق هنا. الجسم ده كان ماشي في خط مستقيم، السرعة 5 متر لكل ثانية، وقعد المسافة اللي مشيها 50 متر. كلام جميل. ثم من أول هنا كده تحرك في نفس الاتجاه، فضل مكمل، جري 160 متر خلال كام ثانية؟ 20 ثانية. هو عايز السرعة المتوسطة. مش السرعة المتوسطة مسافة كلية على زمن كلي؟ الحتة الأولانية دي أنا معيش الزمن، أنا معايا مسافة بالمتر أهي، بس ومعايا سرعة، معايا مسافة ومعايا سرعة، وأنا عشان أحل المسألة لازم يبقى عندي مسافات وأزمنة، لأن هي المفروض هجمع المسافة كلها على الزمن كله. طب مش أنت معاك السرعة ومعاك المسافة؟ تقول لي طب ما إيه رأيك نجيب الزمن؟ الزمن في الفترة الأولى هيساوي إيه؟ الزمن مسافة على سرعة. المسافة يا صديقي 50 أهي، 50 متر، والسرعة 5، يبقى الزمن كام ثانية؟ 10 ثواني. يبقى المعلم دوت في الحتة اللي فوق دي، شيل بقى السرعة مش عايزها، خلينا هنا اهي. يبقى المسافة 50 متر، مسافة 50 متر، والزمن 10 ثواني. فأنت عشان تجيب السرعة المتوسطة قانونك إيه يا باشا؟ تقول لي سهلة. السرعة المتوسطة يا مستر مسافة كلية على زمن كلي. المسافة كلها الحتة دي 50 ودي 160، يبقى 50 زائد 160 210. على الزمن كله 10 و20، تعالى نتأكد كده. 10 و20 يبقى كام؟ 30. امسك آلتك حل معايا. طبعا هي واضحة، الصفر هيطير مع الصفر، 21 على 3 فيها السبعة، يبقى السرعة المتوسطة تطلع 7. ويا باشا انت هنا ايه؟ متر وثانية، يبقى السرعة متر كل ايه؟ متر كل ثانية. تمام يا شباب؟ ايه اللي بعده؟ تعالى بقى نحل مسائل على السرعه النسبيه اللي بتخوفكم دي، وان شاء الله يعني تركز قوي في الحل، هي مش صعبه خالص بس محتاجه شويه تركيز بسيط منك. مراقب ما، في راجل مراقب اهو، الراجل ده واقف عمال يراقب على جانب الطريق، فمرت جنبه سياره، جت عربيه مشيت جنبه اهي، كانت ماشيه الناحيه دي مثلا، ماشي، تتحرك بسرعه 100 كيلو متر كل ساعه. العربيه دي سرعتها 100 كيلو متر كل ايه؟ كل ساعه. احسب السرعة النسبية التي شاهد بها المراقب السيارة وهو متوقف. لو هو واقف وفي عربية جنبه مشيت سرعة 100 كيلومتر كل ساعة، هيشوفها بكام؟ تقول لي سهلة، مش المراقب ساكن؟ يبقى السرعة النسبية دي في الحالة الأولى، السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية. طب هي العربية شافها وهو واقف كانت بتمشي بسرعة 100 كيلومتر كل ساعة، يبقى هو يشوفها بسرعة إيه؟ هي 100 كيلومتر كل ساعة، اتحلت. طب اللي بعديها بقى بيقول لك طب تعرف تحسب السرعه النسبيه التي شاهد بها المراقب السياره لو هو اتحرك بسرعه 80 كيلومتر كل ساعه نحو السياره؟ يعني نفترض ان هو ركب عربيه واتحرك نحوها، يعني اتحرك معاها في نفس الاتجاه، بس المعلم ده سرعته كانت كام؟ كانت 80. احنا اتفقنا لو الاثنين في نفس الاتجاه القانون يتغير، ساعتها السرعه النسبيه هتساوي السرعه الفعليه ناقص، طالما في نفس الاتجاه يبقى ناقص سرعه المراقب. طب بقول لك يا صديقي، هي العربية سرعتها كام أصلا؟ سرعتها الفعلية كانت بتجري بكام؟ ب100، ناقص المراقب اللي هو الراجل اللي هيركب العربية التانية ويجري وراها سرعته كانت كام؟ 80. 100 ناقص 80 هيبقى 20 كيلو متر كل ساعة، فهو هيشوفها كأنها ب20 كيلو متر لكل ساعة. تمام. إيه يا مستر دي طلعت سهلة؟ طبعا سهلة جدا. تعال نبص على اللي بعدها. أجب عن الأسئلة الآتية: يتحرك قطاران على شريطين متوازيين، في قطرين ماشيين على شريطين متوازيين، تمام؟ بس عكس بعض. تعال تخيل مثلا لو ده القطر الأولاني ماشي كده الناحية دي لفوق، فالقطر التاني أخوه جنبه موازي ليه بس بيمشي إيه؟ لتحت. وبعد كده قام رايح قايل لك سرعة الأول 60 أهو كيلو متر كل ساعة، والقطر التاني سرعته 90. خلي بالكم الاتنين عكس بعض. احسب سرعة القطر الأول اللي هو الأولاني ده كما يلاحظها ركاب القطار الثاني، يعني سرعة الأول بالنسبة للركاب بتوع القطر الثاني، يعني القطر الثاني هنا بقى مراقب وبيراقب القطار الأولاني. طب مستر مش هما عكس بعض؟ أقول لك تقول لي القانون هيبقى اسمه سرعة نسبية يساوي، مش هما عكس بعض يبقى هجمع السرعة الفعلية للقطر الأولاني زائد سرعة المراقب. هنا مين اللي بيراقب؟ القطر الثاني صح؟ كده يا جماعة مش هتفرق، يبقى السرعة الفعلية 60 زائد 90 اللي هي المراقب،
الركاب التاني هيشوف القطر الاولاني كانه ماشي ب 150 كيلو متر لكل ساعه، لان السرعتين هيتجمعوا على بعض، يبقى الحل 150 كيلو متر لكل ساعه. بسم الله. المساله دي بقى مهمه جدا، ركز معايا فيها عشان دي بتزعلكم معرفش ليه. طبعا هي ساعات كتاب الامتحان كاتب لها قانون خاص بيها، بس انا ما بحبش الطريقه دي. تعالى شوف كده الطريقه اللي انا هحل بيها، وان شاء الله هتلاقيها سهله وبسيطه جدا، عشان ما تحفظش قوانين زياده. انت بس كل اللي طالبه منك في السرعه النسبيه 3 قوانين. لو المراقب ساكن السرعه النسبيه بتساوي الفعليه. لو المراقب بيتحرك في نفس الاتجاه هنطرح، ولو عكس الاتجاه هنجمع. تعالوا نشوف سياره سرعتها النسبيه 80، دي السرعه النسبيه. هو مديني المره دي السرعه النسبيه. احسب السرعه الفعليه. عايز السرعه الفعليه في حاله ان المراقب بيتحرك في نفس الاتجاه والمراقب سرعته كام؟ 30. طب بقول لك ايه، انت حافظ القانون تقول لي مش السرعه النسبيه لو هما في نفس الاتجاه هتساوي طرح، هنطرح السرعه الفعليه من سرعه المراقب؟ تقول لي ايوه يا مستر. طب ما تيجي نعملها معادله زي الرياضه كده، شيل السرعه النسبيه وحط 80، مش هو مديني السرعه النسبيه؟ حط 80. والفعليه عايزها نزلها فعليه زي ما هي، ناقص المراقب كام؟ 30. طب بقول لك ايه، هو انت مش عايز الفعليه؟ طب ما تودي السالب 30 الناحيه التانيه. ساعتها المساله هتبقى السرعه الفعليه تساوي 80 وتروح لها السالب 30، تروح هناك موجب 30، يبقى السرعه الفعليه 80 زائد 30. 80 زائد 30 يبقى كام؟ يبقى 110. يبقى العربيه دي سرعتها كانت 110 كيلو متر لكل ساعه. السؤال اللي تحتيه، لو انت فهمت دي وقف الفيديو حاول تحل دي لوحدك. تمام؟ يلا. بيقول لك هنا احسب السرعه الفعليه للسياره تبدو سرعتها. اول ما نشوف تبدو دي تبدو يعني كانها يعني مش حقيقيه، كانها يعني نسبيه. فالسرعه هنا النسبيه ب 120 بالنسبه لمراقب بيتحرك، بس المره دي اتحرك في عكس ايه؟ الاتجاه. وهنا السرعه كام؟ 70. ما تحل بالطريقه بتاعتي. ايه الطريقه بتاعتي؟ ان انا هما في عكس الاتجاه هكتب القانون اللي انا اعرفه ما اعرفش غيره، ان السرعه النسبيه هتساوي، هنجمع سرعه فعليه زائد سرعه مين؟ مراقب. عشان هما عكس الاتجاه فنجمع. تعال نعملها معادله رياضه. السرعه النسبيه ونشيلها ونحط 120. اللي يساوي ينزل. الفعليه هو عايزها نزلها فعليه زي ما هي، سرعه فعليه زائد المراقب ينزل موجب 70. طب المره دي انت ياض عايز الفعليه تودي الموجب 70 الناحيه الثانيه بسالب 70، صح ولا لا؟ تقول له يا مستر يبقى الفعليه لوحدها في ناحيه هتساوي ال 120 اللي هناك دي تروح لها الموجب 70 تروح لها بسالب ايه؟ 70. 120 شيل منها 70 يتبقى 50. والوحده متر، لا استنى دي كيلو متر كل ساعه، يبقى كيلو متر لكل ساعة. وقف الفيديو، عيد الشرح تاني، حاول تحلها لوحدك، هتلاقيها ان شاء الله سهلة وبسيطة ومفيهاش أي مشكلة. كده الحمد لله أنا خلصت أفكار متنوعة على الدرس الأول اللي هو مسائل على السرعة. ازاي تحسب السرعة النسبية، ازاي تحسب السرعة الفعلية، ازاي من الرسم البياني ترسم الرسم البياني. دي كانت شوية أفكار متنوعة على الدرس الأول، وإن شاء الله دلوقتي هبدأ نحل على الدرس التاني. بسم الله. الدرس التاني يا ولاد بيتكلم المسائل اللي فيه عبارة عن مسألة العجلة، وعبارة عن الرسومات البيانية اللي انت محتاج تعرفها. تعال نبدأ بالرسومات البيانية. انا عندي علاقة اسمها مسافة وزمن. طبعا انا هرسم بايدي كده فممكن الموضوع ميبقاش مظبوط قوي، خصوصا انا بكتب على الكمبيوتر يعني. مسافة وزمن. عندي علاقة تانية برضو مسافة وزمن. وعندي علاقة تالتة مسافة وزمن. ركز معايا في الثلاث علاقات دول. العلاقة هنا ما بين المسافة والزمن. بيقول لك لو انت عندك علاقة مسافة وزمن والخط مستقيم مايل بيعدي في نقطة الأصل، فهنا الرسمة دي معناها إن السرعة سرعة منتظمة أو سرعة ثابتة. طب لو انت عندك مسافة وزمن بس الخط منحني يمر بنقطة الأصل برضو، ساعتها السرعة دي بنقول عليها سرعة غير منتظمة. طب لو انت عندك مسافة وزمن والخط مستقيم يوازي محور الزمن، دي معناها يا ولاد الرسمة دي معناها ان المسافة ثابتة. يعني مثلا لو اعتبرنا ان الزمن 1 2 3، فلما الزمن كان 1 المسافة وليكن كانت ثابتة عند هنا، وليكن مثلا هنا في 100. لما الزمن كان ب1 المسافة 100، لو الزمن ب2 المسافة 100، لو الزمن ب3 المسافة 100. الرسمة دي معناها ان المسافة ثابتة. المسافة ثابتة يعني الجسم بيتحرك؟ لا، الرسمة دي معناها ان الجسم ساكن، والجسم الساكن يعني سرعة صفر. دي اول 3 رسومات محتاجك تعرفهم. طب بقول لك ايه، في 3 رسومات تانيين علاقه بين السرعه والزمن. سرعه ايه دي؟
دي باظت شوية مش مشكلة. سرعة وزمن، وبرضو العلاقة التالتة سرعة وإيه؟ سرعة وزمن. تمام تمام. بص يا صديقي، لو أنا عملت كده، مش أنا لسه قايل الخط ده معناه إن الحاجة اللي فوق دي ثابتة؟ هنا الرسمة دي معناها إن السرعة ثابتة. سرعة ثابتة يعني سرعة إيه؟ منتظمة. إيه ده يا مستر، مش كانت ساكن دلوقتي؟ أقول لك لأ، هنا ساكن. هنا ساكن ليه؟ عشان اللي فوق مسافة ثابتة. مسافة ثابتة يعني واقف، لكن هنا سرعة ثابتة يعني سرعة منتظمة. طب بقول لك ايه علاقه السرعه والزمن؟ انت عارف اصلا لو تقسم السرعه على الزمن يديك عجله. هنا السرعه عماله تزيد اهي، بص خط مستقيم اهو، بس السرعه بتزيد. السرعه بتزيد يبقى معناها عجله منتظمه موجبه. طب هنا السرعه بتقل، معناها عجله منتظمه سالبه. احفظ لي الرسومات دي كويس قوي، عشان لو جالك الشكل المقابل يصف حاله الجسم عامله ازاي تعرف تجاوب. تاني حاجه، سمي الله وركز عشان دي مهمه جدا وبتيجي في الامتحان كتير جدا. العجله جيم قانونها ايه؟ عشان تحسب العجله، عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. جيم اللي هي العجله يا ولاد، عين 2 يعني السرعه النهائيه او السرعه الثانيه، ناقص عين 1 يعني السرعه الابتدائيه. يعني احنا عشان نحسب العجله هنطرح السرعه الثانيه ناقص السرعه الاولى على دلتا زين اللي هو على الزمن. العجله يا ولاد وحدتها متر لكل ثانيه تربيع. وحده العجله متر كل ثانيه ايه؟ تربيع. وممكن نحطها في مثلث، نعمل مثلث كده للعجله. يلا بسم الله. مين فوق؟ عين 2 ناقص عين 1 على مين تحت؟ ج في دلتا ايه؟ زين. والله يا صديقي لو انت عايز الدلتا زين خبيها بايدك كده، هتبقى عين 2 ناقص عين 1 على ج. دلتا زين اللي هو الزمن يوم. طيب عايز تجيب الجيم، يبقى عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. طب لو انت عايز تجيب حد من اللي فوق، يعني لو انت عايز تجيب عين 2 ناقص عين 1 هيبقى ج في دلتا زين. تمام تمام. تعال ناخد عليها اسئله عشان توضح لك اكتر. بسم الله ركز. أجب عما يلي. قارن بين حركة الجسم الذي تمثلها الأشكال البيانية الثلاثة. ده سؤال جه في الامتحان. بص كده العلاقة دي مسافة وزمن، ودي معناها إن المسافة ثابتة. أنا قلت لك الخط ده معناه إن المسافة ثابتة. المسافة ثابتة يعني الجسم ما اتحركش، يبقى دي معناها جسم ساكن. ولو عايز أقول له سرعة صفر صح برضه. طب هنا بقى مسافة وزمن، يبقى دي سرعة منتظمة عشان ده خط مستقيم، يبقى دي سرعة منتظمة. يبقى هنا جسم ساكن وهنا جسم يتحرك بسرعة ايه؟ منتظمة. طب تعالى هنا كده سرعة وزمن، ودي معناها ان السرعة ثابتة. سرعة ثابتة يبقى الجسم واقف ولا السرعة ثابتة يعني الجسم بيتحرك بسرعة ثابتة؟ بيتحرك بسرعة ثابتة. سرعة ثابتة يعني سرعة منتظمة، يبقى الرسمة دي برضو جسم يتحرك بسرعة ايه؟ منتظمة. كلام جميل. كمل معانا. علاقة بين السرعة، أول ما تشوف رسم بياني أو علاقة بيانية شوف مين ومين. سرعة وزمن. بيقول لك اوصف لي حركة الجسم في أ ب وب ج وج د. سمي الله. سرعة وزمن. في أ ب السرعة بتزيد أهي، السرعة بتزيد يبقى معناها عجلة. ما هي السرعة تزايد السرعة يعني عجلة منتظمة موجبة. طب ب ج معناها إن السرعة ثابتة. معناها إن السرعة ثابتة. السرعة ثابتة يعني سرعة منتظمة. وخلي بالك السرعة منتظمة يعني العجلة صفر، مفيش تغير في السرعة. طب ج د السرعة بتقل. السرعة بتقل عجلة سالبة أو عجلة منتظمة، عشان هي بس خط مستقيم. عجلة منتظمة سالب. تمام. دي كده. طيب بعد كده السؤال التاني برضه نفس الفكرة. بيقول لك شايف الشكل ده بس المرة دي مسافة وزمن. خلي بالك بيقول لك كده بس الشكل وحدد لي الفترة اللي الجسم كان ساكن. ساكن يعني الخط كده يوازي زمن اللي هي ب ج. يبقى ب ج كان ساكن. طب تعرف تقول لي كان امتى سرعة منتظمة؟ سرعة منتظمة يعني خط مستقيم يمر بنقطة الأصل لو العلاقة مسافة وزمن يبقى أ ب. اتحل. بس كده يا صديقي. تعالى بقى نحسب مسائل العجلة. عايزك بقى كده ايه تاخد بريك كده وتركز معايا قبل ما احل. حاول انت تحل. أول مسألة. تحرك الجسم في خط مستقيم بسرعة 4. خلي بالك الجسم اتحرك بسرعة 4 دي عين 1، دي السرعة الأولى. حتى وصلت سرعته ل 20. سرعته بقت 20 يبقى دي عين 2 خلال 4 ثواني. يبقى ده دلتا زين اللي هو الزمن. هات لي العجلة وقول لي نوعها. القانون بتاعك هتنساه. ج بتساوي شد لي علامة اسم عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. بقول لك ايه، ولا ما تيجي نغش؟ فين عين 2؟ 20. لازم تكتب عين 2 الأول. خلي بالك ناقص عين 1 4 على الزمن 4. 20 ناقص 4 يا سنة تالتة
16 على 4 فيها الأربعة، والعجلة متر كل ثانية تربيع. خلي بالك هو بيقول لك نوعها، نوعها يعني طالعة موجب ولا سالب؟ طالعة موجب، يبقى عجلة منتظمة موجبة. تمام تمام. السؤال التاني برضه حاول تحل انت كده. سيارة تتحرك بسرعة 6، يبقى دي عين واحد. فوجئ قائدها بشخص يخرج من شارع جانبي فضغط على الفرامل. الراجل وهو ماشي بسرعة 6 لقى فجأة واحد طلع له من الطريق داس على الفرامل وقفت يعني السرعة التانية صفر. ما هي لما تقف يبقى السرعة التانية ايه؟ صفر، ما فيش سرعة تانية. فضلت كانت سرعتي 6، دوست على الفرامل وقفت، يبقى سرعتي بقت صفر. بعد 12 ثانية، 12 ثانية يبقى دي دلتا زين. احسب العجلة وما نوع العجلة. كلام جميل. يلا نكتب القانون. ج بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. طيب بقول لك ايه، السرعة التانية توقفت، يبقى لا السرعة التانية صفر، خلي بالك، ناقص السرعة الأولى كانت 6، يبقى صفر ناقص 6 على الزمن 12. صفر ناقص 6 سالب 6، خلي بالك اوعى تكون فاشل في الرياضة. صفر ناقص 6 سالب 6. سالب 6 على 12 فيها سالب نص، والوحدة متر لكل ثانية تربيع. مستر العجلة هنا طالعة موجب ولا سالب؟ طالعة سالب، يبقى ما نوع العجلة؟ هقول له عجلة منتظمة سالبة. طيب خلي بالك، عايز اقول لك حاجة، لو السرعة بتزيد في المسألة يبقى العجلة موجبة، ولو السرعة بتقل زي الحالة دي لما الراجل داس على الفرامل يبقى عجلة سالبة. نكمل. بسم الله. تحركت سيارة بسرعة 72 كيلومتر كل ساعة. مستر ايه دي عين واحد. وعندما استخدم السائق الفرامل توقفت، يبقى عين 2 بصفر. خلي بالك بعد 20 ثانية. الله، ايه ده؟ هي سهلة بس ايه ده؟ اقول لك في ايه؟ تقول لي يا مستر هو ازاي هنا كيلومتر كل ساعة وهنا ثانية؟ اقول لك اه تصدق. طب هو عايز العجلة، احنا اتفقنا ان احنا نشتغل العجلة متر كل ثانية تربيع، فخلاص هنا ثانية هنسيبها، بس دي مش عجباني. كيلومتر كل ساعة هنخليها متر لكل ثانية عشان العجلة تطلع متر كل ثانية تربيع. فعشان تحول 72 كيلومتر كل ساعة لمتر كل ثانية هتضربها في 5 على كام؟ على 18، يبقى 72 في 5 على 18. بالتالي حليناها من شوية طلعت 20 متر كل ثانية. يبقى كده يا ولاد عين واحد ب 20. ليه يا مستر حولتها؟ عشان العجلة تطلع متر كل ثانية تربيع، ماشي؟ فلان ما ينفعش هنا ثانية وهنا ساعة، ما ينفعش، لازم الوحدات تبقى شبه بعض. فعشان كده عين واحد هنحولها متر كل ثانية تطلع 20 ونحل عادي. احسب العجلة، نكتب قانونك الجميل. العجلة بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. السرعة التانية يا صديقي بكام؟ بصفر، خلي بالك اوعى تنسى. عين 2 بصفر ناقص عين 1 20، اوعى تتلخبط وتحطها 72 لان احنا عايزينها متر كل ثانية على الزمن 20. صفر ناقص 20 بيساوي سالب 20 على 20 فيها سالب 1. العجلة وحدتها ايه معلش؟ متر كل ثانية تربيع. نوعها ايه هنا؟ عجلة منتظمة، طلعت بالسالب يبقى عجلة منتظمة سالبة. وطبعا طبيعي طالما داس على الفرامل العجلة هتطلع بالسالب. طيب السؤال اللي تحتيه، سيارة تتحرك، دي حلها لوحدك بقى، دي سهلة قوي دي يا عم. سيارة سرعتها 30 يبقى دي عين واحد. وعندما استخدم السائق الفرامل توقفت، يبقى عين 2 صفر. بعد 10 ثواني، هنا متر كل ثانية وهنا ثانية، المسألة مظبوطة نحل على طول. احسب العجلة، يبقى أقول له ج بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. يلا غششني. عين 2 بصفر عشان هو وقف، ناقص عين 1 30 على الزمن 10 سالب صفر ناقص 30 سالب 30 على 10 فيها سالب 3، والوحده متر كل ثانيه تربيع. بس هنا ما قاليش احسب لي ما تقوليش نوع العجله يعني، بس لو عايز العجله يبقى عجله منتظمه سالبه برضه. تمام يا شباب؟ تمام. خش على اللي بعده. ركز بقى في دي عشان دي مهمه جدا وبرضه هنحلها بطريقه رياضيه شويه. سياره تتحرك حيث تقطع مسافه 200 متر في 4 ثواني. الراجل بيقول لك ان السياره وهي ماشيه مشيت 200 متر في 4 ثواني. مش دي مسافه ودي زمن؟ لو قسمنا المسافه على الزمن هنجيب عين واحد، هنجيب سرعتها الاولى صح. السرعه بتساوي مسافه فيها على زين، مسافه على زمن. المسافه 200 على الزمن 4. 200 على 4 تعالى نعملها على الآلة فتطلع 50. اتأكد برضو 200 على 4 فيها ال50.
يبقى السرعة الأولى 50 متر كل ثانية. مستر هو أنت ليه عملت كده؟ مش إحنا بنحل مسألة عجلة؟ هو بص واضح عايز السرعة وهنا عجلة أهي. طالما مسألة عجلة يبقى المفروض يبقى في عين واحد وعين اتنين. يا إما أجيب عين اتنين هشوف المسألة لسه. بس هو مديني مسافة وزمن، طب ما أنا لو قسمت المسافة على الزمن يديني السرعة. عرفت إن السرعة 50 يبقى عين واحد ب 50. تعالى نطلع المعطيات. عين واحد ب 50. وعندما استخدم السائق الفرامل تناقصت سرعتها بمقدار 2 متر كل ثانية. خلي بالك من دي. هي دي عين اتنين ولا دي العجلة؟ تقول لي لا دي العجلة. أقول لك ليه؟ تقول لي يا مستر ما هي متر كل ثانية تربيع يعني عجلة. أقول لك جدع يالا. يبقى الجيم بتساوي 2 متر كل ثانية تربيع. هل اللي أنا كاتبه ده صح؟ لا غلط. ليه غلط؟ مش هو الراجل قال لك تناقصت؟ طالما تناقصت يبقى العجله موجب ولا سالب؟ تقول لي يا مستر لا تناقصت يبقى العجله سالب. يبقى العجله مش هنحطها 2 نحطها سالب 2. طب يا مستر ما هو قال لي 2 ما قاليش سالب 2. ما هو مش هيقول لك. هو طالما قال لك العجله ب 2 متر كل ثانيه تربيع فانت لازم تشوف المساله. هي المساله عجله موجبه ولا سالبه؟ تناقصت السرعه عجله سالبه بتحطها سالب 2 مش 2. يعني لما اجي اقول لك مثلا واحد 100 كيلو تناقصت كتلته بمقدار 20، كتلته دي قلت 20، يبقى اقول له 100 زائد 20 ولا 100 ناقص 20؟ 100 ناقص 20. ليه حطيتها سالب 20؟ ليه طرحت؟ عشان هو قال لي تناقصت. فهنا نفس الكلام برضو. فهنا هيقول لك العجله 2 بس انت هتحطها 2 ولا سالب 2 على حسب هي موجبه ولا سالبه. هنا سالبه. فما هي سرعه السياره؟ عايز سرعه السياره بعد 12 ثانيه بقى. عايز عين 2 بكام ما يعرفش. بعد 12 ثانيه يعني الزمن بكام؟ ب 12 ثانيه. مستر ده عايز عين 2. فاكر رياض المثلث؟ تعال نرجع كده هنا كده. لو انت عايز حاجه من اللي فوق، هو عايز عين 2، هقول له مش عين 2 ناقص عين 1 خبيها كده. عين 2 ناقص عين 1 بتساوي ايه؟ ج في دلتا زين. احفظي ده زي اسمك. لو انت عايز عين 2 او عين 1 نزل له دي. عين 2 ناقص عين 1 هتساوي ج في دلتا زين. دي صعبه؟ لا. جبنا القانون دوت من المثلث. تعالى بقى من اول هنا نحل كاننا بنحل مساله جبر في الرياضه. عوض. عين 2 عايزها نزلها مجهول كانها س. عين 2 ناقص عين 1 بكام يا صديقي؟ ب 50. هتساوي ج العجله سالب 2 في الزمن ب 12. طب ما تيجي نحلها كده. نزل عين 2 ناقص 50 يساوي سالب 2 في 12 بسالب 24. كلام جميل كلام جميل. طب لو انا عايز اجيب عين 2 ما اودي سالب 50 الناحيه التانيه بموجب 50. هتبقى عين 2 تساوي سالب 24 زائد 50. السالب 50 دي راحت هناك بموجب 50. اعملها على الآلة. هي أصلا دي المفروض 50 ناقص 24. اعملها على الآلة. نزل سالب 24 زائد 50 هيطلع تقريبا 26 متر كل ثانية. ليه حطيت متر كل ثانية؟ عشان دي سرعة. وقف الفيديو حاول تحلها لوحدك. اعملها كذا مرة لوحدك وإن شاء الله هتظبط معاك. تعال نبص دي شبهها بالظبط بس المرة دي عايز السرعة الابتدائية. عايز عين 1. بص كده يا. طيب يا صديقي تعالى بقى نحل المسألة ديت. بيقول لك السيارة تحركت بعجلة مقدارها 6 يبقى العجلة ب6 متر كل ثانية تربيع. خلي بالك في المسألة دي في حاجة بتقول إن السرعة قلت؟ لا. مفيش أي معلومة بتقول إن السرعة بتقل ومعنى كده إن أنا مش هحطها سالب 6 هحطها 6 زمان. إذا كانت السرعة النهائية لو عين 2 بتساوي 50 مديني السرعة النهائية ب50 متر كل ثانية. بعد 5 ثواني مديني الدلتا زين ب5 ثواني. بيقول لك تعرف تحسب عين 1. طب ما تيجي ننزل القانون اللي حلنا بيه من شوية. عين 2 ناقص عين 1 هيساوي ج في دلتا زين. سمي الله. عين 2 معايا المرة دي شيلها وحط 50 يبقى عين 2 شلناها وحطينا 50 ناقص عين 1 هيساوي الجيم ب6 ياض في دلتا زين في الزمن ب5. نزل الناحية اليمين زي ما هي. 50 ناقص عين 1 يساوي 5 في 6 ب30. تعال نكمل حل هنا. مش انت عايز عين 1 دي؟ بس يا مستر ده عين 1 هنا اسمها سالب عين 1. ما تيجي نوديها الناحية التانية وال30 دي نوديها الناحية التانية. يا مستر اللخبطة دي واحدة واحدة ياض. بص هكتبها لك هنا وتاني. 50 ناقص عين 1 هيساوي 30. مش احنا وقفنا لحد هنا؟ طيب عندك حلين. يا اما تودي دي الناحية التانية عشان تخليها عين 1 يا اما تودي ال50 الناحية التانية. طب تعالى ناخد دي كده. سالب عين 1 لو راحت الناحية التانية هيبقى اسمها ايه؟ هتروح الناحية التانية يبقى عين 1 صح؟ وال30 دي لو راحت هناك تبقى سالب 30 يبقى 50 ناقص 30. 50 ناقص 30 كام؟ 20. يبقى العين 1 بتساوي 20 متر كل ثانية. ده الحل. السؤال اللي بعده. جسم يتحرك بسرعة ابتدائية. ابتدائية يعني عين 1
بسبعة ونص. احسب الفترة الزمنية، عايز الزمن التي تصبح بعدها سرعة الجسم النهائية. عايزين السرعة النهائية 3 أمثال السرعة الابتدائية، مش السرعة الابتدائية 7.5. يبقى السرعة النهائية عايزين يبقى قدها 3 مرات، يبقى 7.5 في 3. 7.5 في 3 ب22.5. يبقى هو عين 2 بيقول لك قد عين 1 3 مرات، يبقى عين 2 قد عين 1 3 مرات، يبقى اخد 3 في 7.5 يطلع 22.5 متر كل ثانية إذا كانت العجلة 10. طيب عايزين الزمن. ما تيجي كده ارجع معايا يا صديقي تاني، معلش كده انا تعبك معايا. ارجع للمثلث، خبي الزمن كده. لو عايز اجيب الزمن هيبقى ايه؟ عين 2 ناقص عين 1 على ج. كلام جميل. ما تيجي نحط القانون دوت. لو عايز اجيب دلتا زين هيساوي عين 2 ناقص عين 1 على الج. تعال نغش من المسألة. عين 2 ب22.5. جبتها منين يا مستر 22.5؟ يلا ما هو قال لك السرعة الابتدائية ب7.5 والسرعة النهائية قدها 3 مرات، فالسرعة النهائية ضربت 3 في 7.5 طلعت 22.5 ناقص عين 1 اللي هي 7.5. الكلام ده كله هنقسمه على مين؟ على العجلة. العجلة اللي هي ب10. امسك آلتك معايا. 22.5 شيل منها 7.5 تطلع 15. 15 على 10 فيها ال1.5. والزمن وحدته ايه؟ واحد ذكي بقى يقول لي متر كل ثانية تربيع، اقول له غبي يا حمار. واحد تاني يقول لي يا مستر لا متر كل ثانية، اقول لك غبي برضه. مش ده زمن؟ الزمن يبقى ايه؟ ثانية بس. في زمن اسمه متر كل ثانية تربيع؟ ما تصحى يا عم. السؤال اللي بعده. بص بقى ركز معايا كده واحدة واحدة. بيقول لك سيارة تتحرك بسرعة منتظمة فقطعت مسافة 4800 متر. العربية دي مشيت كام متر؟ 4800 متر خلال دقيقتين. 2 دقيقة. طب مش انت يقعد معاك المسافة والزمن تقدر تجيب السرعة، بس خلي بالك انا عايز السرعة متر لكل ثانية، وهنا مديني متر وهنا دقيقة. ينفع دقيقة؟ تقول لي لا. فأول حاجة هنجيب يا جدعان عين 1 السرعة الأولانية، مسافة على زمن. المسافة بكام؟ ب4800 والزمن دقيقتين. أنا عايزها ثانية 120 لأن العجلة بعد كده متر كل ثانية. فنقسمهم على بعض. اتفقنا إن 4800 على 120 هنعملها 40 متر كل ثانية. دي عين 1. ركز بقى معايا. ضغط السائق على الفرامل فتناقصت سرعتها بمعدل 2 متر كل ثانية في كل 4 ثواني. يعني تناقصت سرعتها بمعدل، يعني عين 2 ناقص عين 1. 2 يعني لو عايز اجيب العجلة فتناقصت سرعتها بمعدل 2 متر كل ثانية، دي معناها ان السرعة قلت بقت -2. عين 2 ناقص عين 1 بسالب 2 كل 4 ثواني، يعني الزمن 4. كأني بحل مسألة عجلة. عين 2 ناقص عين 1 بسالب 2 لأن هو قال لك تناقصت 2 بسالب 2 على كل 4 ثواني 4. -2 على 4 بسالب نص، يبقى العجلة بسالب نص متر كل ثانية تربيع. طيب المعلم ده عايز الزمن. طب ما أنا لسه قايل من شوية الزمن لو أنت عايز تجيب دلتا زين هيساوي عين 2 ناقص عين 1 على ج. صح؟ صح. طيب انت دلوقتي عايز ايه؟ انت هنا يا صديقي عايز تحسب الزمن اللازم لتوقف السيارة، اللازم الزمن اللي هيوقف العربية. توقف السيارة يعني عين 2 بصفر ناقص عين 1 احنا جبناها بكام؟ ب40 على العجلة. العجلة بكام يوم؟ سالب نص. صفر ناقص 40 -40 على سالب نص. السالب هيطير مع السالب طبعا. 40 على النص فيها 80 والزمن ثانية. عيدها كده كذا مرة هتظبط معاك إن شاء الله. السؤال اللي بعده رسمة بيانية. طبعا اللي فوق دوت طبعا الوحدة التالتة فوقك منه. بيقول لك من الشكل المقابل احسب العجلة. بص كده علاقة بين السرعة والزمن. باين إن الجسم بدأ عند سرعة 6. خلي بالك أنا ببص على المحور اللي اسمه سرعة، ماليش دعوة بالزمن دلوقتي. الجسم لما بدأ السرعة كانت 6، فضلت السرعة تقل 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 بقت 4 بقت 2 لحد ما وصلت للصفر. أنا ببص على المحور ده. يبقى كأن عين 1 ب6 وعين 2 بصفر. يا مستر جبت منين الصفر؟ يلا ما هو مش السرعة بادئة عند 6، السرعة فضلت تقل 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 تقول لي وصلت ل3. لا 3 ده اسمه زمن. انت هتبص ناحية السرعة كام؟ صفر. يبقى عين 1 ب6 وعين 2 بصفر. طيب الزمن اللي خده بقى مش هو بدأ اهو، بدأ من زمن صفر لحد وصل ل3، يعني الزمن الكلي اللي هو دلتا زين
التغير في الزمن ب3. وهنا متر كل ثانية وهنا ثانية، المسألة متظبطة. الراجل عايز العجلة برضه، ده مش معانا. عايز العجلة، يبقى ج بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. سمي الله. عين 2 بكام؟ بصفر. طبعا عجلة سالبة، باين اهي الزحلية اللي تحت دي معناها ان السرعة بتقل، يعني عجلة سالبة. 0 ناقص 6 على 3. 0 ناقص 6 بسالب 6 على 3. -6 على 3 فيها السالب 2، والعجلة وحدتها متر لكل ثانية تربيع. الراجل لو كان عايز نوعها كنت أقول له عجلة منتظمة سالبة. تعال نبص على المسألة دي برضو، رسمة بيانية. سمي الله. علاقة بين سرعة وزمن، من غير ما تقول لي دي عجلة منتظمة موجبة ودي عجلة منتظمة سالبة وديت سرعة منتظمة. ادرس الشكل الذي يعبر عن حركة قطار ثم أجب ما الفترة الزمنية. عايز الزمن، هبص على المحور اللي اسمه زمن. ما الفترة الزمنية التي تحرك فيها القطار بعجلة صفر؟ عجلة صفر يعني سرعة منتظمة. أنهي فترة يا ولاد سرعة منتظمة؟ من ب لحد ج. طب ب بادئة عند زمن 2 وجيم وصلت لحد كام؟ 7. فأنت عشان تعرف الزمن بتطرح فرق السينات. 7 ناقص 2، يعني أنا بدأت من 2 وصلت ل7. بص مشي كام؟ أدي ثانية 2 3 4 5. يا إما تطرح 7 ناقص 2 يطلع لك 5 ثواني. يبقى الفترة اللي فضل قد إيه ماشي بسرعة منتظمة؟ ال5 ثواني دول من أول 2 لحد 7. طيب احسب العجلة التي تحرك بها القطار في آخر ثانيتين. آخر ثانيتين مش هو كان 9؟ ارجع ثانية يبقى 8، ارجع ثانية كمان يبقى 7. يبقى عايز من أول 7 لحد 9، يعني عايز الفترة ج د أهي. عايز الحتة دي آخر ثانيتين اسمها ج د، صح يا ولد؟ تقول لي اه. عايز العجلة في الحتة دي. طب ما تقول له القانون يا عم، العجلة بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. تعال نبص بقى في ج د دي. السرعة ياض، بص على محور السرعة هنا. السرعة كانت عين 1 بكام هنا؟ ب60 اهو. مش انا بدأت عند ج؟ ما انا عايز الفترة دي. عند ج كانت بادئة 60. طب فضلت تقل 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 لحد ما وصلت لد. ده السرعة قدامها صفر. ببص على محور الصادات خلي بالك. يبقى عين 2 بتساوي صفر. طيب الزمن بقى من ج لد اهو الحتة دي. بص على الزمن كده كام ثانية؟ ثانيتين. 9 ناقص 7 2، يبقى دلتا زين بتساوي 2. عوض يا باشا في المسألة. عين 2 بصفر ناقص عين 1 60 على دلتا زين الزمن ب2. 0 ناقص 60 بسالب 60 على 2. سالب 60 على 2 بسالب 30 متر لكل ثانية تربيع. طبعا طبيعي ان العجلة تبقى سالبة عشان احنا اتفقنا ان هو وهي نازلة كده دي عجلة ايه؟ سالبة، لكن دي تبقى عجلة موجبة. يلا يا صديقي المسألة اللي بعديها. اوعى تكون تعبت، خد بريك براحتك وبعد كده برضو ركز معايا. المسألة دي عايزك تركز فيها عشان شكلها غريب شوية، وممكن لو جات لك وانت ما كنتش شفتها قبل كده ممكن تتلخبط فيها، فسمي الله وركز. أول حاجة عايزك تبص عليها علاقة بين السرعة والزمن. طيب فأنا عندي الفترة دي عجلة منتظمة موجبة، ودي عجلة منتظمة موجبة، ودي عجلة منتظمة سالبة، ودي عجلة منتظمة سالبة، بس طبعا في اختلافات بينهم. تعال نشوفه عايز ايه. بيقول لك تعرف تقول لي نوع العجلة في الفترة من 2 ثانية. تعال بص على الزمن بالثانية اهو. 2 ثانية يعني زمن من أول 2 ثانية اهو. اطلع فوق كده من أول 2 ثانية، اطلع 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 يعني من أول هنا. عايز من أول هنا لحد 4 ثانية. 4 ثانية اللي هي هنا. مش كل دي، مش احنا اتفقنا كل دي السرعة عمالة تقل؟ يبقى العجلة هنا عجلة ايه؟ عجلة سالب. ده نوع العجلة. بس يا عم اتحلت. ده انا اتخضيت افتكرته هيسألني حاجات صعبة. طب تعالى نشوف التانية. بيقول لك تعرف تقول لي نوع السرعة من بداية الحركة لنهايتها؟ والله يا راجل جدع، ده مش عايز يرخم عليك خالص. بيقول لك نوع السرعة. انت عارف انواع السرعة ياض؟ تقول لي لا. يخرب بيتك، امال انت بتعمل ايه كل ده؟ السرعة ياض يا منتظمة يا سرعة غير ايه؟ منتظمة. لو السرعة ثابتة يبقى سرعة منتظمة. طب لو السرعة بتتغير يبقى سرعة غير ايه؟ منتظمة. مش هنا السرعة بتتغير اهي؟ مش دي سرعة؟ مش السرعة هنا بتزيد بعد كده بتزيد بعد كده بتقل بعد كده بتقل؟ يعني السرعة ثابتة ولا السرعة بتتغير؟ تقول لي السرعة بتتغير. يبقى نوع السرعة سرعة متغيرة اللي هي سرعة غير منتظمة. طب كويس، طلع سؤال سهل، افتكرت اسأل حاجة تانية. السؤال اللي بعده آخر سؤال على الدرس التاني. انا بحاول انوع لك افكار، ممكن بعض الافكار دي اصلا ما كنتش شرحت لك في الدرس او المدرس لسه ما قالهاش، فخلي بالك. اخر فكره ركز معايا فيها. بسم الله. تحرك الجسم من نقطه الف للنقطه ب. مشي من الف لب وجيب لك رسمه بسرعه منتظمه، فمشي 60 متر في 12 ثانيه. اتفقنا انا ما بحبش اكل بقى ايه متر وثانيه والكلام ده كله، انا عايز سرعه يا باشا. هو مديك مسافه وزمن، يبقى هات له السرعه. يبقى في الحته دي
السرعة اللي هي عين واحد بتساوي مسافة على زمن. المسافة 60 على الزمن 12. 60 على 12 فيها الخمسة متر لكل ثانية. امسك الآلة كده، أنا همسك الآلة وأحسب برضو عشان إيه ساعات مخك بيسوحك. 60 على 12 فيها إيه الخمسة، يبقى السرعة بخمسة. بفكك من الكلام ده، السرعه ب 5 متر كل ثانيه. ثم تحرك، يعني سرعته كانت 5 ثابته، يعني هنا 5 وهنا 5 وهنا 5 وهنا 5، سرعه ثابته، سرعه منتظمه عند 5. جه هنا بقى عند ب، هنا سرعته كانت 5 برضه، قام رايح بدأ يتحرك بعجله، يعني يا اما يسرع يا اما يبطئ. والعجله دي قانونها اهي، ج بتساوي 20 على ز، اللي هي دلتا ز يعني. إيه ده يا مستر؟ عايز الراجل بيقول لك احسب لي السرعه المنتظمه في الفتره ا ب، ده انا حليتها. ا ب السرعه اهي، يبقى ده حل اول سؤال اهو. تعالى نعملها تاني. واحد، مش هو عايز السرعه المنتظمه في ا ب؟ السرعه في ا ب يبقى السرعه مسافه على زمن. المسافه اللي هي 60 على 12، انا حليتها من غير ما اعرف هو عايز ايه اصلا. 60 على 12 فيها ال 5 متر لكل ثانيه. ده اول مطلوب. تاني مطلوب بيقول لك تعرف تجيب لي السرعه النهائيه في الفتره ب ج. هي دي المشكله. انت يا مستر قلت لي، هو بيقول لك الجسم بيتحرك، خلي بالك دي مهمه قوي، الجسم بيتحرك طبعا للعلاقه ج بتساوي 20 على ز. طب وانت فاكر القانون الاصلي؟ بص كده القانون الاصلي بيقول ايه، هكتبه هنا كده بخط صغير، ج بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا ز. مش الجيم هي الجيم والزين هي الزين، يبقى المفروض عين 2 ناقص عين 1 بتساوي كام؟ 20. يبقى عين 2 ناقص عين 1 هي ال 20 يا باشا. طب مش عين 1 يلا لسه حاسبينها ب5؟ طب ما تشيل عين 1 وتحط 5. يلا عين 2 ناقص 5 بتساوي 20. عشان تجيب عين 2 ودي السالب 5 الناحية التانية بموجب 5، يبقى العين 2، يبقى العين 2 هتساوي 20 زائد 5، تطلع 25 متر لكل ثانية. تعالى نبص عليها تاني. هو بيقول لي الج بتساوي 20 على ز، فانا خدت ال 20 دي وقلت له 20 دي يعني عين 2 ناقص عين 1 اهي، عين 2 ناقص عين 1 بيساوي 20. طيب عين 2 تنزل ناقص، مش عين 1 اصلا ب5، يبقى عين 2 ناقص 5 بتساوي 20، سالب 5 تروح الناحيه الثانيه بموجب 5، يبقى العين 2 ب 25 متر لكل ثانيه. كده الحمد لله حلينا برده مسائل على الدرس الثاني. ناقص الدرس الثالث اللي بيتكلم على ايه؟ على الكميات الفيزيائيه القياسيه والكميات الفيزيائيه المتجهه. طيب يا ولاد، الدرس الثالث نخش على الدرس بتاع الكميات الفيزيائية. الدرس ده كان بيتكلم على ان الكميات الفيزيائية نوعين، كميات فيزيائية قياسية وكميات فيزيائية متجهة. وفي الدرس دوت شرح لي الفرق بين المسافة والإزاحة. تعالى افكرك كده بسرعة. يعني لو انا عندي مثلا جسم اتحرك كده فوق شمالا ثم شرقا ثم جنوبا، خلي بالك تعالى نشرح لك الاتجاهات الأساسية: فوق شمال، تحت جنوب، يمين كده شرق، وشمال كده غرب. ماشي؟ طبعا لو جه كده يبقى شمال شرقي، كده شمال غربي، كده جنوب شرقي، كده جنوب غربي. تمام؟ لو الجسم اتحرك شمالا ثم شرقا ثم جنوبا، مثلا مش هنا 50 متر وهنا 100 متر وهنا 50 متر. لما كنا في الدرس ده كنا عايزين نحسب المسافة والإزاحة، كنا بنعمل ايه؟ المسافة بنجمع اللي مشي كله. الراجل ده مشي 50 و150 يبقى مشي 200 متر. الإزاحة عشان نحسب مقدار الإزاحة بنعمل خط كده من البداية نوصله للنهاية. بص كده، بنعمل خط من البداية للنهاية، الاتجاه من البداية ناحية النهاية، يعني ماشي من البداية رايح ناحية ايه؟ النهاية. الاتجاه ده يا ولاد اسمه شرق. الإزاحة لما بنحسبها بنكتب لها اتجاهها، يبقى نكتب اتجاه شرق. عايزين نجيب طول الخط ده، مش ده مستطيل، مش دي 50 ودي 50، يبقى لو اللي فوق 100 يبقى اللي تحت ايه؟ 100، يبقى الإزاحة وحدتها هتطلع قصدي الإزاحة ب 2 متر شرقا. ايه ده يا مستر انا عايز تقول ايه؟ عشان يا ولاد نجيب المسافة اجمع كل اللي مشي الجسم. عايز تجيب الإزاحة وصل البداية بالنهاية وحاول تجيبها بقى بأي طريقة، إذا كان مستطيل مثلث حاول تجيبها بطريقة هندسية. هنحل أسئلة ونوريكم الأفكار دلوقتي. طب القوانين بتاعتك، كان عندنا قوانين. أول قانون يا ولاد حاجة اسمها السرعة القياسية. السرعة القياسية دي كان قانونها زي السرعة المتوسطة، مسافة كلية على زمن كلي، وبرضه وحدتها متر كل ثانية، سرعة عادي. وعندنا درس النهارده برضه كان بيحسب حاجة اسمها السرعة المتجهة. السرعة المتجهة يا ولاد هي الإزاحة على الزمن. تعالى أوريك دلوقتي برضه وحدتها متر كل ثانية بس ليها اتجاه واتجاهها نفس الإزاحة. السرعة المتجهة نفس اتجاه الإزاحة. مستر أنا عايز أحل عشان أفهم، أنا مش فاهم حاجة.
سمي الله وركز، يلا بينا. اول سؤال، تحرك شخص، وركز بقى معايا قوي، انا هرسم بايدي كده بس ايه، حاول انت ايه برضه تمسك ورقه وقلم معايا وتعمل. تحرك شخص من نقطه البدايه 20 متر غربا، ادي نقطه البدايه، اتحرك غربا. غربا يعني يمين ولا شمال؟ شمال. تعالى نعملها كده تبقى واضحه، ادي الجسم اهو هيتحرك غربا، هيمشي كده شمال اهو، نعمل السهم، مشي 20 متر غربا اهو على نفس ثم عاد على نفس الطريق. بعد ما الراجل ده مشي كده رجع على نفس الطريق، يعني رجع تاني. انا هعملها تحتها عشان يبان، يعني الراجل لما جه هنا رجع 8 متر، يعني ما رجعش كلها، رجع حته كده 8 متر، 8 متر، يعني رجع هنا كده، يعني هو راح 20 ورجع 8. فإن الفرق بين المسافة والإزاحة، بيقول لك هات لي المسافة والإزاحة وتطرحهم من بعض، عايز الفرق بينهم. مش المسافة، الراجل ده مشي 20 ومشي 8، يعني بص راح 20 ورجع 8، يبقى كل المسافة 28 متر. طب الإزاحة، الإزاحة ولا هنوصل البداية بالنهاية، مش هو راح 20 ورجع 8؟ بص راح 20 رجع 8، يبقى كام هنا؟ تقول لي بقى 12، يبقى الإزاحة 12 متر. بيقول لك لو طرحنا المسافة من الإزاحة، الفرق بين، يعني اطرح المسافة من الإزاحة 28 شيل منها 12 يبقى كام؟ تقول لي يا مستر يبقى 16. تعالى نعملها كده، 28 ناقص 12 يبقى 16، يبقى الفرق بينهم مش 14، الفرق 16 متر. سؤال تاني، الشكل يمثل مسار جسم، ركز في ده عشان مهمة. الشكل يمثل مسار جسم تحرك من نقطة A، بدأ من A أهو، ثم عاد إليها مرة أخرى، بس بعد ما مر ب B و C و D. يعني الجسم بدأ من A ل B، ومن B ل C، ومن C ل D، ومن D رجع تاني ل A، يعني بدأ عند A ورجع تاني ل A. بيقول لك هات لي أول حاجة المسافة الكلية، تعال نحلها خطوة خطوة. أول حاجة ألف، عايز المسافة كلها، ولا هو يعني المسافة كلها مش هجمع كل اللي مشيه؟ تقول لي اه، هو مشي أول حاجة من A ل B كام متر؟ 20، يبقى أول حاجة 20 متر، زائد مشي من B ل C 40 متر، يبقى 40 متر، ما المسافة يعني متر صح؟ زائد مشي من C ل D يعني 20، وبعد كده من D ل A 40. امسك آلتك، 40 و40 80 و20 100، يطلع 120 متر. بس ده إجابة ألف اللي هو مين؟ عايز المسافة الكلية. ب، تاني مطلوب، بيقول لك هات لي الزمن كله، يبقى دي مسافة كلية أهي. عايز بقى الزمن الكلي، نفس الكلام، اجمع الزمن اللي مشي كله. أول حاجة هنا مشي كام زمن؟ 2 ثانية، يبقى 2 زائد هنا كام ثانية؟ 4 زائد هنا كام ثانية؟ 2 وهنا كام ثانية؟ 4. اجمع يا باشا، 2 و4 6 و2 8 و4 12، يبقى 12 ثانية. رقم ج، عايز الإزاحة. مستر دي سهلة جدا، ازاي اهو؟ هوصل البداية بالنهاية، بس البداية هي نفسها النهاية. لو البداية هي نفسها النهاية يبقى الإزاحة بتساوي صفر. إذا كان موضع البداية يساوي موضع النهاية يبقى الإزاحة بتساوي إيه؟ بتساوي صفر، يبقى دي اتحلت. وطالما الإزاحة صفر، وش كده السرعة المتجهة هتطلع برضو بصفر. يعني دي اتحلت وهي اتحلت، هي هتطلع بصفر. ليه هتطلع بصفر؟ اللي هي السرعة المتجهة، عشان لو الإزاحة بصفر السرعة المتجهة بصفر ناقص السرعة المتوسطة. تعال نحلها هنا عشان مكان. السرعة المتوسطة مسافة كلية على زمن كلي، تعال نكتبها مش هنخسر حاجة. مسافة كلية على زمن كلي، سمي الله. المسافة كلها جمعناها ب 120 على الزمن كله ب 12، 120 على 12 فيها العشرة، والوحدة متر لكل ثانية، اتحلت. فالمسألة دي بيقول لك الشكل يوضح مسار جسم بدأ الحركة من نقطة ألف، بدأ من عند ألف هنا أهو، تحرك شمالا طلع لفوق للنقطة ب لحد هنا لحد ب، قطع 40 متر في 3 ثواني. هو كاتبها لك اهو، طلع 40 متر في 3 ثواني، هو الراجل رسمها لك اهو، عامل اللي عليه. ثم اتجه شرقا، جه هنا مشي شرقا يعني مشي يمين كده، التي تبعد 30 متر، المسافة 30 متر، مستغرقا 2 ثانية، برضو كاتبها لك على الرسم. بيقول لك هات لي السرعة القياسية والسرعة المتجهة، سمي الله. أول حاجة السرعة القياسية، أنت فاكر القانون ولا نسيت؟ تقول لي لا فاكره، هي مسافة كلية زي السرعة المتوسطة كده، المسافة الكلية على الزمن الكلي. طب بقول لك إيه، هو الجسم ده مشي كده كام؟ المسافة كانت كام؟ 40، ولما جه كده مشي كام؟ 30، يبقى المسافة كلها 40 و30 70 متر. هنجمع المسافات كلها. طب الزمن كله كان هنا 3 ثواني وهنا 2 ثانية، يبقى الزمن كله 5 ثواني، يبقى 70 على 5 تقريبا فيها ال 14. تعالى نعملها على الآلة برضو،
ما تعملش بدماغك. 70 على 5 فيها ال 14 فعلا، يبقى السرعة القياسية يا ولاد 14 متر كل ثانية. حلينا اول واحده. تاني حاجه السرعه المتجهه، فاكر قانون هيود؟ السرعه المتجهه ازاحه على الزمن. لا استنى كده ثواني، الزمن كله بخمسة. هجيب الازاحه منين يا مستر؟ ولا مش قلت لك الازاحه هنوصل البدايه بالنهايه؟ ما تيجي نوصل كده اهو، وصلنا البدايه بالنهايه. مش ده يلا شمالا وشرقا يعني دولت زاويه قايمه، لان الاتجاهات الاربعه عموديين على بعض، كل عمودي على بعض. ومش ده وتر، يبقى نقدر نجيب طول الوتر ده. الازاحه ايه؟ الخط اهو من البدايه للنهايه وصلناه اهو، مش احنا بنوصلهم ببعض؟ عايزين نجيب طول ده، مش ده وتر وده مثلث قائم، يعني ينفع نجيبه في فيثاغورس. تعال نحسب الازاحه هنا. الجذر التربيعي للاول تربيع زائد التاني تربيع، يبقى الجذر التربيعي ل 30 تربيع زائد 40 تربيع. امسك آلتك معايا اهو، الجذر التربيعي ل 30 أس 2 اللي هي تربيع زائد 40 أس 2 هيطلع 50. انا كنت عارف من الاول انها هتطلع 50. اقول لك ليه. بص، لو انت عندك مثلث قائم وعايز تجيب الوتر، لو الضلع ده 3 وده 4 يبقى الوتر 5 بفيثاغورس هتطلع بخمسة، ولو ده 30 وده 40 يبقى الوتر 50. احفظها زي ما هي كده، 30 و40 يبقى الوتر 50. 3 و4 يبقى الوتر 5. يا مستر لا انا عايز اعملها بفيثاغورس، يا عم اعملها بفيثاغورس اهي. يبقى الازاحه الجذر التربيعي للاول تربيع زائد الثاني تربيع طلعت 50. كتبنا الازاحه ب 50، بس خلي بالك الاتجاه هنا يا واد ايه؟ شمال شرق اهو، فوق يمين شمال شرق. 50 على 5 فيها ال 10 متر لكل ثانيه. اوعى تنسى دي ليها اتجاه عشان دي كميه متجهه، يبقى شمال شرق. ليه جبت الاتجاه ده؟ عشان اتجاه السرعه المتجهه هو نفس اتجاه الازاحه. الشكل المقابل يعبر عن حركة الجسم من نقطة A ل D. مشي من A لحد D، بس خلي بالك مرورا ب B و C، يعني مشي كده من A ل B ومن B ل C وفي الآخر راح ل D. يعني هو راح من A ل D بس الأول عدى في B و C، فمشي A B B C C D. طيب كلام جميل. بيقول لك إيه؟ مرورا بالنقطتين C و D احسب الإزاحة. بقول لك إيه؟ هو يعني إيه إزاحة؟ تقول لي يا مستر الإزاحة يعني هنوصل البداية بالنهاية. يعني أنا عايز الإزاحة بتاعتي هتكون عبارة عن الحتة دي زائد الحتة دي، صح ولا لا؟ ما الإزاحة من البداية لحد النهاية. طب دي بواحد متر يبقى الإزاحة بواحد زائد دي. أجيبها إزاي؟ الحتة دي أجيبها إزاي؟ يلا مش ده مثلث قائم أهو، ودول الضلعين وده الوتر، يبقى هتجيبه بفيثاغورس. فيثاغورس بيقول لك الجذر التربيعي للأول تربيع اللي هو واحد تربيع بواحد زائد واحد تربيع اللي هو ايه؟ واحد. جذر واحد زائد واحد يطلع جذر اتنين، يبقى الحتة دي طولها جذر اتنين، يبقى الإزاحة واحد زائد جذر اتنين. بقول لك ايه؟ تقول لي ايه؟ اعملها على الآلة. واحد زائد جذر اتنين، تدوس على الزرار اللي هو فوق الاي ان جي مرتين يطلع لك اتنين علامة أربعة واحد، والإزاحة هنا بالمتر. طب استنى يا مستر استنى، الاتجاه ايه؟ من A ل D ماشي الناحية دي، الاتجاه ده اسمه اتجاه شرقا، اتجاه الشرق. اتحلت سهلة. اللي بعده، يتحرك الجسم من نقطة ألف إلى ميم. بص من ألف لميم بس مش على طول، وميم دي مركز دايرة لا تمثل مركز دايرة، مرورا بب وجيم. يعني هو مشي من ألف لب ومن ب لجيم ومن جيم لميم. كلام جميل. جت السنة اللي فاتت ركز، عايز المسافة اللي مشيها كلها وعايز مقدار الإزاحة. طيب ركز بقى معايا عشان دي مهمة جدا. المسافة اللي مشيها، هو ايه اللي مشيه؟ مشي من ألف لب اتنين، وقام رايح مشي من ب لجيم. ب لجيم دي دايرة ولا نص دايرة؟ نص دايرة، خلي بالك. وبعد كده لما جه جيم مشي من جيم لميم اللي هي مشي 7 متر، يعني هو مشي 2 متر وكمان مشي 7 متر وكمان مشي نص دايرة. المسافة يعني نجمع كل دول مع بعض. تقول لي طب 2 و7 سهلة، نص الدايرة دي جابها ازاي؟ اقول لك تعالى بقى. مش هو ده كده ماشي على محيط الدايرة؟ تقول لي اه. مشي دايرة ولا نص دايرة؟ مشي نص دايرة. حد عارف محيط الدايرة قانونه ايه؟ محيط الدايرة 2 باي نق او 2 طه نق يعني. طب انا لو مشيت
محيط دايره يبقى انا مشيت 2 باي نق نق اللي هو نص القطر، نص القطر بسبعه اهو. طيب تعالى بقى نحسب المسافه. المسافه يا اولاد هي عباره، تعالى انا افصصها لك خالص. المسافه المقطوعه بتساوي ا ب في الحته دي، مش هو مش الحته دي، زائد نص محيط دايره، مشي نص محيط دايره، زائد ج م. تعالى نعوض، مشي ا ب يعني مشي 2، زائد مشي نص محيط الدايره، يعني نص في محيط الدايره اللي هي نص في 2 باي نق اللي هو بسبعه، زائد اجمع عليها ج م، اجمع عليها 7. تاني يوم انا مشيت ا ب، مشيت 2 اهي نزلت، ومشيت نص دايره، نص دايره يعني نص 2 باي نق، نزلت النق بسبعه يبقى نص 2 باي في 7، زائد نزل لي ج م اللي هي 7 متر. شايف الخلطبيطه بالصلصه دي؟ نزلها لي على الاله، يبقى 2 زائد نص في 2 في باي. اكتب باي ازاي؟ شيفت والزرار اللي جنب الانسر اللي تحت، الزرار اللي مكتوب عليه اكس 10 فوقيه اكس، هيكتب لك باي في 7 زائد 7. نزلت كل ده في الخلاط طلع 30. المسافة كلها طلعت لي كده، هكتبها هنا 30 علامة 9 9 وأرقام كتير، فأنا هاخد أول رقمين بعد العلامة 30 و99 من 100، ووحدتك يا باشا متر. خلصت. عايز الإزاحة. يعني إيه إزاحة؟ هنوصل البداية بالنهاية، دي سهلة أوي يا مستر. مش هو بدأ عند ألف ووصل لميم؟ ما تيجي نوصل، والبداية ألف والنهاية ميم، افضل ماشي كده 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 كده، وصلنا لحد هنا اهو، من ألف لميم. شايف الحتة دي؟ مش الحتة دي 2 متر؟ بس هنجمع عليها الحتة دي أهي، الحتة دي اسمها نص القطر، يعني المفروض 7 برضه، ما هو نص القطر هنا ب7 يبقى نص القطر التاني ب7، يبقى 2 زائد 7 يطلع 9 متر. وعلى فكرة باين أصلا هو عايز المقدار بس مش عايز الاتجاه، بس الاتجاه باين إن هو إيه؟ شرقا. حل. السؤال اللي بعده شبه اللي فاتت. الشكل يصف حركة الجسم في خط مستقيم من النقطة أ إلى النقطة ب قاطعا مسافة 3 متر، كاتبها لك أهو. ثم تحرك في مسار دائري، مشي من ب لسي لدي، دي نص دايرة برضو وباينة أهي. فكان مقدار الإزاحة الكلية له، الله أكبر، بيقول لك الإزاحة الكلية، الإزاحة هو حلل لك الإزاحة ب 17 متر. أنت عارف يعني إيه إزاحة ياما؟ إزاحة يعني من أول الإيه لحد الدي لو رسمنا خط مستقيم يطلع كام متر؟ 17. طب ما نشيل التلاتة دول، مش دي كلها ب 17؟ شيل التلاتة يبقى دي بكام؟ يبقى من هنا لهنا كده القطر ده كله بكام؟ تقول لي ب 14. يبقى نص القطر ده 7 وده 7. من المعلومة دي عرفت اطلع كل ده؟ اه عرفت اطلع كل ده. الراجل بيقول لك ايه بقى؟ هات لي المسافة بي سي دي. بي سي دي، مش بي سي دي يلا نص محيط دايرة. ايوه خلاص اهو، هقول له المسافة بي سي دي هتساوي نص محيط الدايرة، يبقى نص في 2 في باي في نق، نق هنا ب7، نص الاتنين واحد، هيتبقى 7 باي، نزلها يا عم 7 باي. يبقى المسافة بتساوي 7 باي. لا ده بيقول لك خط الطه، الطه اللي هي الباي، حطها 22 على 7، يقول له 7 في 22 على 7، 7 طير على 7 يبقى 22 وحدة متر. فين كده؟ اه متر. اتحل سهلة جدا. السؤال اللي بعده، بسم الله. الشكل المقابل يوضح المسار الذي سلكته السيارة من نقطة أ إلى نقطة واو حد كل من. بص مشيت من أ ل ب ومن ب ل ج ومن ج ل د ومن د ل ه ومن ه ل واو، عمالة تلف في الكرة الأرضية. بيقول لك تعرف تجيب لي الإزاحة والمسافة الكلية؟ المسافة الكلية سهلة، هنجمع كل اللي مشيته. تعالى نحل الاثنين الأول. هي مشيت 80 يبقى المسافة الكلية هتساوي 80 زائد اجمع عليها 200 كمان 40 كمان 160 كمان 40، يبقى كل اللي مشيته ده امسك آلتك يلا. 80 زائد 200 زائد 40، احسب معايا عشان اتعلم ازاي تستخدم الآلة عشان تقدر تخش الامتحان. زائد 40 تطلع 520، المسافة الكلية 520. احسبها تاني كده، جرب معايا تاني، لما يكون المسألة فيها رقم كتير يجمعها مرتين عشان متلخبطش. أنا ذات نفسي هحسبها تاني، 80 زائد 200 زائد 40 زائد 160 زائد 40 يساوي 520. كده احنا حسبنا المسافة. الإزاحة دي يا مستر بقى رقم واحد دي هحلها ازاي؟ تعالى نحلها هنا.
الازاحه هنوصل البدايه بنهايه، مين البدايه الف ومين النهايه واو، اهي الحته دي كده وماشيه ناحيه الشرق اهي. الحته دي عايز اجيب طول الحته دي، حد يعرف يجيب لي طول الحته دي قد ايه؟ تقول لي يا مستر بقول لك ايه، هي مش بي ج دي كلها ب 200، مش الحته دي اهي مش دي ب 200، يبقى المفروض الحته دي كلها برضه ب 200 اهي الحته دي كلها. طب لو دي 160 يبقى الحته دي بكام؟ الحته دي بكام؟ كل الحته دي المفروض تبقى ب 40. يعني لو دي 200 اهي، لو دي كلها ب 200 يبقى دي كلها ب 200. طب هنا 160 يبقى هنا كام؟ 40. انا بوظت الدنيا، المساله ما بقتش واضحه خالص. تعالى نمسح اللي انا عملته ده من الاول. الخط اللي فوق ده كله ب 200 اهو، الخط اللي فوق ده كله ب 200، يبقى المفروض الخط اللي تحته دوت قده بالظبط ب 200 اهو، الحته دي كلها ب 200. طب لو دي ب 160 يبقى الحته دي بكام؟ ب 40. طب ما هي دي هي دي، مش الحته دي هي الحته اللي تحتيها دي، يبقى الحته دي بكام؟ ب 40 متر. يبقى الازاحه بتساوي 40 متر. بس خلي بالك بنمشي من الف ناحيه واو كده، يبقى بنمشي شرقا، يبقى 40 متر شرقا من دول الاتجاهات. اتحلت. السؤال اللي بعده بسم الله. الشكل المقابل تحرك الجسم من النقطة أ إلى النقطة واو. من أ لحد واو، مشي من أ ل ب، ب ج، ج د، د ه واو. في زمن 8 ثواني، الزمن كله 8. احسب السرعة القياسية والسرعة المتجهة. ماشي. تعال نحسب السرعة القياسية. فاكر قانونها؟ مسافة كلية على زمن كلي. المسافة كلها اللي مشاها كام؟ 4 و12 و15 و4 و5. امسك آلتك واجمع معايا. 4 زائد 12 زائد 15 زائد 4 زائد 5 هيطلع 40 يا صديقي. المسافة كلها ب 40، اكتب 40. الزمن كله هو قال لك 8، يبقى 40 على 8 فيها الخمسة. والسرعة يعني متر لكل ثانية اهو، لأن هنا متر وهنا ثانية اهي. طيب نيجي عند تاني حاجة السرعة المتجهة. عشان نجيب السرعة المتجهة يا ولاد احنا اتفقنا إن هي إزاحة على زمن. تعالى الأول نجيب الإزاحة عشان شكلها تتعبنا. بسم الله. الإزاحة يعني عايزين نوصل البداية بالنهاية، يعني عايزين نوصل الألف بالواو أهي الحتة دي. إيه ده يا مستر؟ أجيبها إزاي دي بقى؟ شكلها كده ملهاش حل. أقول لك لأ ليها حل. إيه رأيك لو أنا نزلت خط كده أهو وخط كده، مش كده بقى مثلث قائم وده وتر؟ تقول لي لو انا عرفت طول الحته دي والحته دي هعرف اجيب ايه؟ طول الوتر ده. تقول لي طب انا اجيبهم ازاي؟ اقول لك سهله. مش الحته دي باربعه والحته دي ب 12 زي اللي فاتت؟ لو دي ب 12 ودي باربعه يبقى دي تكملها بكام؟ 8، عشان تبقى الحته اللي بالطول دي ب 8 والحته دي باربعه. يعني لو دي جت كده يعملوا خط 12 يبقى الحته دي ب 8. طب تعالى نبص كده، الحته دي كام متر؟ 4. والحته اللي تحت كام؟ 15. لا معلش ثواني، مش المفروض الحته دي ودي ودي يدوني 15 اهي؟ شايف الحته دي كده؟ مش اللي تحت ده 15؟ ال 15 دي هي عباره عن الخمسه والاربعه والحته دي. طب 5 و4 9، يبقى كام؟ الحته دي 6، يبقى ده 8 وده 6. طيب عشان نجيب الازاحه هنحسب ايه؟ هنجيب الوتر. عايزين الحته دي اهي، الحته دي كده، الحته دي هي الوتر. هنجيبها بفيثاغورس. الجذر التربيعي للأول تربيع 8 أس 2 زائد 6 أس 2. طلعت 10. يبقى الإزاحة ب10 متر على الزمن كله 8. 10 على 8 فيها 1 وربع، 1.25 والمتر لكل ثانية. طب الاتجاه يا صديقي، شايف الاتجاه ده؟ اسمه جنوب شرق. تقول لي بصراحة يا مستر أنا ما فهمتش حاجة. يعني السرعة القياسية سهلة، السرعة المتجهة دي أنا مش فاهم جبناها إزاي. تعالى أعيد لك نفس المسألة هشرحها لك هي بس بطريقة مختلفة. بص يا صديقي في طريقة تانية، حاول بس تركز معايا، بس هي ممكن تلخبطك شوية، فايه نحاول نركز فيها كده ممكن تظبط معاك أكتر. في الشكل دوت أنا عندي خطوط كتيرة دي في اتجاهات عكس بعض، فممكن نصفي الشكل ده كله على خط رأسي وخط أفقي. بقول لك ايه، الخط ده نازل لتحت
نازل لتحت كام متر؟ 12. هل في حد نازل لتحت او طالع لفوق؟ في ده طالع لفوق 4. نفس الاتجاه ولا عكسه؟ عكسه. لو عكسه شيلهم من بعض، يبقى لك خط نازل ناحية الجنوب مقداره 8. مش ده نازل 12 وده طالع عكس 4، يصفوا في بعض يبقوا 8. طيب الخط ماشي كده يمين 15، وده جاي عكسه 5، وده جاي عكسه 5. فنطرح ال 15 نشيل منها الخمسة ونشيل منها الأربعة، يبقى كام؟ يبقى خط ناحية الشرق برضو، بس ال 15 شلنا منها 5 وشلنا منها 4، يعني شلنا منها 9، هيبقى كام؟ بقى 6. فبرضو تصفي معاك إن هنا في خط 8 وخط 6. عشان تجيب الإزاحة هنوصل البداية بالنهاية، هيطلع لك وتر. الوتر في مثلث قائم. الوتر ده نجيبه في فيثاغورس، الجذر التربيعي 8 تربيع زائد 6 تربيع هيطلع معاك برضو ب10. ونحل نفس الطريقة. السرعة المتجهة بتساوي إزاحة على زمن، هتساوي الإزاحة بكام يا ولاد؟ ب10 على الزمن الكلي 8. 10 على 8 طلعناها ب1.25 متر لكل ثانية. بس خلي بالك الاتجاه ده من البداية للنهاية، شايف الاتجاه ده جنوب شرق. يا رب تكون فهمتها. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يعبر عن مسار حركة الجسم من النقطة س إلى النقطة م. مشي من س إلى م، بس استنى، مرورا بصاد وعين، يعني مشي من س لصاد لعين لميم. احسب المسافة اللي مشيها كلها. سهلة. رقم 1 المسافة، اجمع كل اللي هو مشيه. مشي 11 زائد مشي 4 زائد مشي 3، يبقى كل اللي مشيه 11 و4 15 و3 18 متر. تاني حاجة الإزاحة. عارف ياض يعني إيه إزاحة؟ تقول لي يا مستر هوصل البداية اللي هي س بالنهاية اللي هي م. عايزين نجيب طول كل دي. طب ما هي دي كلها عبارة عن 11 وعبارة عن الحتة دي. مش الحتة دي وتر في مثلث قائم؟ يعني نجيبها في فيثاغورس. هاتها في فيثاغورس. يبقى الإزاحة عبارة عن 11 اللي هي الحتة دي أهي كده، وهنجمع عليها الحتة دي ب5 على فكرة، بس تعالى نجيبها في فيثاغورس عشان ما نتلخبطش. الجذر التربيعي للأول تربيع اللي هو 3 تربيع زائد 4 تربيع. طبعا انا قلت لك اصلا لو انت عندك مثلث فيثاغورس الضلع الاول 3 والضلع الثاني 4، يبقى الوتر بكام؟ ب5. فلو صفيت دي على الآلة، جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع يطلع 5، يبقى 11 زائد 5 يطلع كام؟ 16. والإزاحة بالمتر، بس خلي بالك هو ماشي كده، بص ماشي اهو الناحية دي، ماشي ناحية اليمين، ماشي ناحية الشرق، يبقى نكتبه شرقا. الشكل المقابل يمثل جسما تحرك من النقطة أ إلى النقطة د. المعلم ده مشي من أ لد، مشي كده على طول دايركت؟ لا، مرورا بب وج، يعني مشي من أ لب ومن ب لج ومن ج لد، والراجل مساعدك في النص وجايب لك الاتجاهات لو أنت مش عارفها. فبيقول لك احسب السرعة المتجهة. سم الله. أنا هحسبها هنا كده. رقم 1 عايز السرعة المتجهة. فاكر القانون يا صديقي؟ تقول لي ما احنا حلينا بيه خلاص بقى. السرعة المتجهة إزاحة على الزمن الكلي. تعالى واحدة واحدة. الإزاحة هنوصل البداية بالنهاية، دي سهلة. الألف د مش ده مستطيل يض؟ مش دي 30 متر ودي 30 متر؟ يبقى دي 60 ودي برضو إيه؟ 60. يبقى الإزاحة ب60 متر ناحية الشرق. الزمن كله هنا 30 ثانية وهنا 20 ثانية وهنا 10. تعالى نجمع 30 و20 50 و10 60. يبقى السرعة المتجهة 60 على 60 فيها الواحد متر لكل ثانية. واوعى تنسى الاتجاه ناحية الشرق عشان السرعة المتجهة ليها اتجاه نفس الإزاحة. طب السرعة القياسية رقم 2، هتقول لي يا مستر دي سهلة برضو. السرعة القياسية مسافة كلية على زمن كلي. سم الله. المسافة كلها هنجمع 30 و60 و30 يطلع 120. يا رب أكون شايف صح، دي تبقى 30 و30 عشان مش واضحة أوي. الزمن كله ما احنا لسه عاملينها فوق يا ابني ب60. 120 على 60 هيساوي الصفر وهيتم على الصفر فيها الاتنين. والسرعة القياسية متر لكل ثانية ملهاش اتجاه، يبقى السرعة القياسية 2 متر لكل ثانية. يا رب اللي أنا بقوله يكون واضح بالنسبة لكم. والله درس سهل جدا. طيب يا صديقي بص المسألة دي كده، بيقول لك إيه؟ الجسم بدأ من أ راح لب، ومن ب راح لج، ومن ج راح لد. واخد بالك؟ تقول لي اه. بيقول لك أول حاجة عايز أحسب الإزاحة واتجاهها. يلا قول لي الإزاحة هنوصل البداية بالنهاية أ ب. طب بقول لك إيه؟ هو مش دي 40 ودي 40؟ يبقى ده مستطيل 40 و40. يبقى لو دي 80 يبقى اللي تحتها بكام؟ ب 80 متر.
ونودي الاتجاه من البداية ناحية النهاية اهو. يبقى انت عايز يا صديقي الازاحة، يبقى الازاحة هتساوي الف د. الف د دي يعني 80 متر ناحية الشرق شرقا. بعد كده عايز السرعة المتجهة. يا باشا سهلة، السرعة المتجهة ازاحة على الزمن الكلي. الازاحة لسه حاسبها ب 80 شرق على الزمن كله. هنا 30 و40 و10، يبقى الزمن كله 80. 80 على 80 فيها الواحد متر لكل ثانية. أسيبها له كده؟ لأ، مش السرعة المتجهة ليها اتجاه زي الإزاحة، يبقى شرقا. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل جسم بدأ الحركة من النقطة ألف، بدأ من ألف أهو، متجها جنوبا لب، فضل ينزل 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 لحد ما وصل لب، ثم اتجه شرقا لجيم، فضل ماشي لحد جيم، وعليه فإن مقدار إزاحة الجسم. عايز الإزاحة يا مستر، مشي من ألف لب ومن ب لجيم، الإزاحة هنوصل البداية بالنهاية، البداية بالنهاية اللي هي ألف جيم، واتجاهها جنوب شرق، يبقى هي مين؟ ألف جيم. أيوة تقول ألف جيم، سهل. طيب السؤال اللي بعده، وقف شخص على قمة مبنى ارتفاعه 20 متر، واحد وقف فوق هنا كده، ماشي، واحد واقف فوق كده وارتفاعه عن الأرض 20 متر، وقذف كرة رأسيا لأعلى فوصلت لارتفاع 10 متر، حدف الكرة لفوق، المعلم ده معاه كورة حدفها كده لفوق فوصلت ارتفاع 10 متر، يعني هي بينها وبين الأرض بقى كام؟ ركز، هو متشعلق فوق على ارتفاع اهي الأرضية، هو على ارتفاع 20 وقام رايح حادفها ارتفاع 10، فيبقى كده ما بين الكورة وما بين الأرض، ركز، 30 متر. تعالى نعملها هنا، ادي الكورة اهي بينها وبين الأرض كام متر؟ 30 متر. ثم هبطت على سطح الارض اسفل المبنى، الكرة دي وقعت من فوق كده، فضلت تقع 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 لحد ما وصلت لتحت هنا الارض. احسب المسافة والازاحة التي تقطعها الكرة. المسافة لو جيت تركز مع الكرة، مش الواد ده كان ماسك الكرة؟ حدفها لفوق 10، يبقى هي مشيت 10 وبعد كده نزلت 30 متر، يبقى كل اللي مشيته الكرة المسافة الكلية العشرة اللي هو حدفها لفوق، وبعد كده ال 30 لان هي بقت على ارتفاع 30 ففضلت تنزل لحد ما وقعت على الارض، يبقى 10 زائد 30، يبقى المسافه الكليه 40 متر. الازاحه بقى، الازاحه هنوصل البدايه بالنهايه، مش هي الكره اصلا في الاول كانت في ايد الواد ده قبل ما يحدفها؟ مش دي البدايه؟ والنهايه هتبقى هنا على الارض، ما بين البدايه وما بين النهايه 20 متر، يبقى الازاحه هتساوي 20 متر. طب اتجاهها ايه يا صديقي؟ مش هو من البدايه فوق للنهايه تحت، نازله لتحت، يبقى جنوبا. السؤال اللي بعده، جت السنة اللي فاتت، في الشكل المقابل عايزين السرعة المتجهة. بص يا صديقي، الجسم ده اتحرك، دي مسافة وده زمن، الجسم كان واقف عند 20، فضل يتحرك 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 لحد ما وصل ل 40، يبقى هو مشي الناحية دي كده، مشى 20 متر، من 20 ل 40 يعني مشي 20 متر، يعني كأنه طلع 20 متر. وبعد كده من النقطة ب مشي الناحية التانية عكس الاتجاه، من 40 فضل ينزل لحد 10، يعني مشي 30 متر الناحية التانية، يعني كأنه نزل 30 متر، مشي الناحية التانية 30 متر، يعني طلع 20 ونزل 30. احنا قلنا لو انا عندي خطين عكس بعض بنطرحهم من بعض، فمعنى كده ان الازاحة 10، يعني هو بدأ عند ال 20، بص بص بص، هو بدأ عند 20 متر وفي الاخر وقف عند ج اللي هي 10 متر، يعني هو كان بادئ عند 20 وقف عند ج، يبقى الفرق بينهم كام متر؟ 10 متر، يبقى الازاحة بتساوي 10 متر. ما اقدرش اقول اتجاهات هنا لان ده رسم بياني مش واضح في الاتجاهات، الازاحة ب 10 متر. هو عايز السرعة المتجهة، طبعا يا صديقي السرعة المتجهة، وكان المفروض يكتب مقدار السرعة المتجهة بس ماشي، السرعة المتجهة هتكون الإزاحة على الزمن، الإزاحة يا صديقي ب10، والزمن يا صديقي، الزمن من أول بداية الحركة لحد النهاية أخد كام ثانية تحت كده؟ 8 ثواني، يبقى 10 على 8، تالي لسه حلينا 10 على 8 يعني 1.25 متر لكل ثانية، هتأكد من الآلة، 10 على 8 5 ل4 أو 1.25 فعلا. تمام يا صديقي؟ تمام كده الحمد لله خلصنا معظم الافكار اللي جت في امتحانات السنه اللي فاتت. بصراحه معظم الاسئله انا جمعتها من امتحان السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، وبعض الاسئله هتلاقيها من امتحانات بقى اقدم شويه 2020 2021،
افكار مختلفه متنوعه ممكن تكون ما اتشرحتلكش قبل كده او ممكن تكون اول مره تشوفها. مهم جدا ان انت تتعرف على الافكار، عشان انت عارف امتحان تالتة ممكن يجيلك فكره ما شفتهاش قبل كده تتوتر ما تحلش، فحاول على قد ما تقدر تحل افكار مختلفه. اتمنى يكون الفيديو مفيد لحضراتكم وتذاكروا كويس. بعد فتره لما تخلص الوحده التانية الوحده التالتة الوحده الرابعه تبدأ هتلاقي نفسك نسيت الوحدة الأولى. خليه زي مرجع ليك، كل ما تنسى كده إيه تفتكر كنا بنحل المسائل إزاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.